ايوه، هو انا الضيف اللي في الحلقه هو اللي يمنتج الحلقه. قبل ما نبدا الحلقه، حابين بس نقدم اعتذار كده بسيط عن جوده الفيديو في بعض الاوقات وعن جوده الصوت. طبعا كانت اول تجربه لينا في الموضوع ده كله. ف... فممكن يكون في شويه ديفوهات كده، في حاجات بتتصلح مع الوقت. فانجوي، سيبكم تستمتعوا بالحلقه. وياقوت بودكاست حيث المتعه والروان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات ياهود بودكاست. حلقة جديدة بشكل جديد، ضيف مميز بعتبره وحش من وحوش السوشيال ميديا والجرافيك ديزاين الموجودين في مصر دلوقتي. أهلا بيك صديقي. عمنا. أهلا ايه عمنا الاخبار؟ عمنا، إيه كله فل. الأخبار؟ كله بس فل. الحمد لله. يعني أنا مش هقول لك بعرف نفسك وشغل الفاكسان ده، وإنت كده كده أشهر من نار على العالم يعني. ربنا يخليك ف والله. يعني إيه اللي حببك في مجال الجرافيك ديزاين وخلاك تخش فيه؟ يعني بص، هو يعني قبل اي حاجه انا ذات نفسي مبسوط حاليا يعني دلوقتي ان الحاجه دي بتحصل للمره التانيه. مش من قله الضيوف، لا يعني خالص من قله الضيوف يعني ان انا فاهم يعني. حسيت ان انا في حاجات تانية ممكن اقدر اساعد بيها، او يعني مم. نصايح او كلام او يعني زي الاسئله بتترد. يعني بتكون بتيجي بشكل احسن ما تكون سؤال بترد على النت او كده أكيد طبعا. وخلاص. ف... فدي اول حاجه انا حابب اشكرك طبعا. ثانيا صدقني هو يمكن كل واحد فينا عامة بيدور على شغفه أو بيدور على الحاجة اللي هو حاببها. آم، لما بيكون كده في زي حاجة بتلح عليك من جواك، أنت كل مرة بتشتغل شغلانة تانية في حاجة برضو مش مبسوط، أنا مش عايز ده. مم. يعني أنا ممكن جربت اشتغلت في كذا مكان قبل كده، سواء في محلات ومكان موبايلات في كافيهات الكلام ده كله. بس في كل مرة من الحاجات دي أنا مش حاسس إن ده مكاني، مش حاسس إن أنا دايما مليا كده. عارف التراد اللي هو بتاع الجيمز اللي يقعد يلعب ويجرب الحاجات دي كلها. مم. انا احب حاجات السيت اب، يعني لو انا أقعد كده على كمبيوتر سماعات كيبوردات بتنور الحاجات اللي هي الخزعبليه دي. بس مره ورا مره انا مش عارف اعمل، او يعني مش عارف اوصل ازاي. يمكن من 2019 والناس كلها عارفه الكلام ده لحد النهارده وانا مكمل بقى الحمد لله. يعني ما حسيتش في مره من المرات ان انا لا زهقت. يعني ما فيش مره الحاجات دي حصلت، ودي احسن حاجه انا حاسسها بجد، اللي هو انت ما فيش مره شغفي انقطع او شغف اللي هو زهقت او يعني كفايه. مم. يمكن كل مرة بيحصل عليك عليك دروبات وبتقع ونفسيا مش كويس الكلام ده كله. بس بترجع أحسن من الأول، اللي هو لازم تكمل عشان أنت بتحب الحاجة دي طبعا. إيه الفرق بين المبتدئ والمحترف، والأمر بيبقى متعلق بالتدريب المستمر ولا هو تبقى موهبة كده من عنده من هو صغير؟ بص هو يمكن حتة كلمة موهبة دي أنا بالنسبة لي بحبها شوية، في حتة إن أنا يعني مثلا جالي قبل كده فيدباك، أو يعني جالي كده حد قال رأيه في شغلي عامة. لما دخلت بصيت على البروفايل عنده لقيت إن هو بيدرس كلية فنون جميلة قسم جرافيك. إمم. فإن أنت تكون واحد من بره الكلية أو يعني ما درستش المجال ده في مجال دراسة. يعني أنا في معهد أبو قير بتاع نظم معلومات، إمم. فباخد تجارة استثمار اقتصاد، تأمين مخاطر ما لهاش برمجة. علاقة بالمجال أصلًا. مالهاش علاقة أصلا، أنت الموضوع كله بعيد كل البعد. آم، فدي تكون حاجة حلوة إن أنت الموضوع كله زي ما هو بيكون متوقف على التدريب المستمر وعلى التغذية البصرية وعلى التعلم وعلى إن أنت تكون متطور والكلام ده كله. إمم. تكون برضه واقف على الموهبة، الفن ده الحاجات دي كلها، سواء فيديو اديتور اللي بيعمل فيديوهات او الجرافيك ديزاينر والحاجات دي كلها، ده فن. إمم. انسان بيعرف ليه ان هو بيوصل لك رساله عن طريق الصوره دي لما تشوفها في رساله انت المفروض تفهمها. فدي برضو تكون متوقفه على الفن او على الشخص اللي يكون فاهم دلالات الالوان، عارف الاشكال بتبقى عامله ازاي، الخطوط ان انا افرق الحاجات دي كلها، فدي كلها تبقى فن وذوق كده. إمم. ده جانب مهاري وكل حاجه، انت يكون عندك المهاره بس انت بتمرنهاش مش هتنجح. بالضبط. هات اشطر لعيب كوره، هات اي حد شاطر في اي حاجه، شوف مين اجمد لعيبه مثلا حصلت قبل كده عندنا مثلا في مصر او بره الكلام ده كله. لو ما اتمرنش، لو فضلش رجله محطوطه في الملعب زي ما بيقولوا، مش هيحصل فيه حاجه، اللي هو مش هيتطور. فانت هتكون شاطر وعندك موهبه وبتنميها كده، انت إمم. اقول لك انت توصل لمستوى ملوش حل. ومن غير ما تكون حاطط تركيزك، مش ان انت تكون انت قاعد كل يوم مركز اللي هو انا عايز اتطور، انا عايز اكون لا. ده إمم. الموضوع بالتعود يوم ورا يوم ورا يوم. نفسك مخك كده فاهم اللي هو ايه، كانك جايب زرعه بتحاول تزرعها إمم. فبتكبر بقى. طيب أنا دلوقتي واحد مبتدئ وعايز أخش مجال الجرافيك ديزاين، أخش إزاي؟ لأن السؤال ده سألوه كتير، يعني أنا من قبل ما أنزّل الحلقة أو أعرف مثلًا إن إحنا عندنا تصوير، نزّلت story على الواتساب، مين يا جماعة عنده سؤال في الجرافيك ديزاين؟ فكل الناس اللي سألت، في ناس مش عايزين يتذكر اسمها، وفي برضه وافقوا إن هم يتذكروا اسمهم عادي. يعني في مؤمن قال لك أنا هابتدي إزاي، محمود بيقول لك أنا عايز أتعلم، مريم بتقول لك أنا عايزة أتعلم بس خايفة تأثّر على الدراسة بتاعتي، هدى عمران بتقول لك برضه أنا عايزة أبقى متميزة أو بروفيشنال في الجرافيك ديزاين، مع العلم إن هي أصلا لسه مبتدئة. طيب
بص خلينا ناخد الموضوع على كذا نقطة. أولهم أهم حاجة زي ما قلت لك في الأول، مثلا أنت سألتني إيه اللي مخليك مكمل أو إيه اللي عارف في المجال ده، هو نقطة كده أصغر حاجة بتكون موجودة جواك، الشغف. طول ما شغفك موجود للحاجة دي مفيش حاجة تقدر تمنعك أو مفيش حاجة تقدر تعطلك، مم. ولا دراسة ولا غير دراسة. يعني أنت ذات نفسك هتكون خلاص، يعني أنت واحد عارف تحدد الحاجة دي حسب أولويتها. نرجع لأول نقطة المهمة، إن أنا إزاي أبدأ الكلام ده كله. زي أي دراسة في الدنيا، زي أي حاجة أنت المفروض تكون شاطر فيها، تتعلم الأول البرنامج بيشتغل إزاي، مم. إيه الحاجات دي كلها، كل الشروحات والتريكات والكلام ده كله. فأهم حاجة أنت تاخد كورس، مش هقول لك بفلوس. مم. أنا بص بقالي من 2019 لحد 2025 أهو، ما خدتش ولا كورس فوتوشوب بفلوس. ممكن أكون دفعت في كورسات تانية بفلوس، بس فوتوشوب ما دفعتش فيه، لأن يعتبر فوتوشوب على اليوتيوب مغرق بحر. الدنيا. يعني أنت مثلا هتخش على اليوتيوب، مثلا عندك اساتذه من بيشرحوا على اليوتيوب. مثلا عندك مثلا استاذ مصطفى مكرم، ده انا اكتر مم. واحد أنا اتعلمت منه، ده حاجه ملوش حل الصراحه. عندك مثلا ممكن نور ديزاين، عندك تقريبا احمد حمدي، في اللي هو في ناس كده في انا ذات ناس نفسي كتير. بتابعهم، وكذا واحد متميز بحاجه. يعني مثلا ممكن تلاقي شرح البرنامج في 3 ساعات، في اللي شرحه في 4 ساعات، في اللي شرحه في 60 فيديو، في اللي شرحه في 4 فيديوهات، فاهم؟ على حسب كل واحد وطريقته، على مم. حسب استقباله. انت بنفسك خش دور على اليوتيوب اللي تفهم منه وكمل بس. يعني يهمني انت، مش هقول لك حتى اتعلم مني انا، مش هقول لك خش مم. اتفرج على الكورس بتاعي، بس يهمني انت ذات نفسك تكون عارف الاساسيات عامله ازاي، عارف كل اداه من الموجودين عندك دول بيعملوا ايه. دي كده نقطه، ان انا اكون اول حاجه. تاني نقطه، يعني ايه اكون خايف؟ انا مم. فاهم ان انت لازم برضه تكون حابب يعني ايه اخاف. حاجه زي دي انا مش هخسر حاجه. يعني انا قبل كده من كام يوم اتكلمت عندي على الانستجرام في ريلي كده ان الفوتوشوب هيكون من 10 5 سنين جايين هيكون اساسي، زي برامج الاوفيس والباوربوينت والوورد والحاجات دي كلها. مم. البرنامج ملوش ليه في كل حاجه. انت عايز تتعلم اللوجو وتعمل لوجوهات، تتعلم الستريتور وفوتوشوب. عايز تتعلم فيديو اديت، تتعلم افتر افكت او بريمير وفوتوشوب. اي حاجه تتعلمها في المجال بتاع العمل الحر والكلام اللي بره ده كله لازم فوتوشوب. مم. فانت خسران ايه؟ طب ما اجرب. انت خسران بالظبط. حاجه؟ لا، فاهم؟ انت خسران خسران كل كل حاجة. حاجه، طب ما خسران. تجرب بس شويه. اللي هو خش شوف الموقع، اتعلم الحاجات دي كلها. انت اللي بيشدك الشغف. انا في الاول خالص لما كنت بشوف صاحبي بيعمل حاجات الكوره دي، كنت بقعد اقول هتعمل ازاي؟ انا مم. عايز اعمل كده. انا لحد النهارده عندي فولدر في الكمبيوتر مسميه دريمز. الفولدر ده موجود فيه احلام انا كنت عايز احققها، يعني حاجات من زمان. اولهم كنت مصور مع يوتيوبر قديم كده شويه اسمه نادر احمد، اعتقد الناس عارفاه. كنت عايز ابقى يوتيوبر زي مم. كده. ما وصلتش طبعا لنفس الرقم، ان هو طبعا بادئ من قبليه، ولسه ما وصلتش للنقطه دي كلها. بس بقيت واحد معروف شويه في اليوتيوب، بقى عندي حبه صحاب ومع الوقت متابعين. مع الوقت اه والشغل والحاجات اللي بتنفذها أكيد هتوصل لمحتوى. اكيد. وبعد كده بقى عندي ديزاينات كنت سايبها على جنب ان انا عايز اعمل كده. أنا الحمد لله وصلت ان انا بعمل احسن من كده. مم. يعني انت لو تاخد بالك انا مفيش ديزاين بعمله انا بوريهولك. صح. الموضوع شوف بيعمل ازاي. الموضوع كله شغف. انا طالما شفت حاجه زي كده عيني لمعت هتتعمل ازاي. مم. فانت شغفك هو اللي هيمشيك ورا ده كله، ان انا اخش وادور واجرب واشوف حاجات تعمل ازاي واتعلم واسال. وفي كذا يوتيوبر دلوقتي بقى بينزلوا اللي هي حاجات التوتوريال ازاي تعمل الحاجات دي كلها، زي انا مم. برضو بعمل. ان انا اجيب الديزاين بوريك العامل ازاي وطريقته والكلام ده كله. ان انا كل اللي يهمني ان انا اعلمك ان الموضوع ده كله بسيط. وانه دايما 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 زي ما انا واخد سلوجان ليا، ان البساطه دايما بتكسب او دايما بتفوز. مم. دي ابسط حاجه. مش لازم تكون البساطه ان الديزاين ساده، لا البساطه حاجات فاهم لو كده ايه، في تكتشر خفيفه في الخلفيه، مفيش. الخط لذيذ، فاهم؟ مش دايما مكعبله، مش حاجات مم. اللي انت معنى يعني المجال ده مش مسؤول يعني مالوش مش دعوه. هنوصل له كده كده، السؤال ده هنوصل له في من ضمن الأسئلة. ايه أكتر حاجة صعبة واجهتك في بدايتك، يعني في بدايتك في مجال الجرافيك ديزاين؟ ايه أصعب حاجة قابلتك؟ بص هو يمكن انا زي ما قلت لك كنت عجبتني الديزاينات اللي كان صاحبي بيعملها، مم. وكنت عايز اعمل شبه كده، اللي هو عايز اعمل ده. مم. اجي امسك الصوره، اخش على البرنامج، مفيش. احنا ما جيتش انا ولا حاجه، فاهم اللي هو ايه ده؟ اجرب مره كمان برضه مفيش. يمكن كانت اصعب نقطه ان انا مش عارف اطلع الفكره اللي هنا احطها قدامي على الجهاز. مش مم. نافعه، مش عارف. وده كان راجع بسبب ان انا ما عنديش خبره كافيه ان انا اعرف اعمل الحاجات دي ازاي. يعني ما اعرفش ازاي مثلا. انا في الاول كنت عارف ان انا احط لون واحد في الخلفيه. واحده واحده عرفت ان في حاجه اسمها جريدينت، يعني تدرج الوان. ممكن تحط لون او ثلاث اربع الوان 5 الوان مع بعضيهم تعمل كسره الوان كده. اللي هو مره ورا مره بقيت افهم ان في حاجات متطوره اكتر تعرف تساعدك او تعرف تشغل اللي في دماغك ده. مم. بس ما يئستش. اللي هو طب ما اجرب تاني، طب ما اسال مره كمان، طب ما اسال صاحبي بيتعمل ازاي، طب ما اخش على اليوتيوب. ودايما اسيرش كده في اليوتيوب على فوتوشوب توتوريالز، اللي هو موقع المحتوى الاجنبي وكده. الاجانب ازاي بيعملوا حاجات اللي هو ازاي تعمل دمج بين اسمك وصورتك، ازاي تعمل دمج ان كده الطريق عليه بحر،
كل الحاجات دي حاجه ورا حاجه بتنميك من غير ما انت تاخد بالك، مش لازم تكون انت قاعد مركز انت اتطورت، مم. لا. فاللي هو يعني فدي كانت اصلا نقطه بالنسبه لي ان انا مش عارف اطبق اللي في دماغي اطلعه في البرنامج. بس مع الوقت الموضوع ده بيتحل، اللي هو مش بتفضل مشكله عندك يعني ما مع بتخلص. التطور أكيد أنت في تطور شغلك، تطور الديزاينات اللي بتعملها، فأنت بيجيلك فيدباك مثلا أو مع مرور الوقت فيعني تاخد خبرة أكتر في الموضوع، فبيبقى بالنسبة لك الدنيا بتبقى أسهل. اكيد يعني زي ما انت قلت كده، اللي هو مع الوقت كل حاجه تبقى احسن. مم. طيب في بدايتك برضه، بداية مشوارك، مين أكتر الناس اللي كانت ملهمة بالنسبة لك؟ سواء شخصيات موجودة معاك أو شخصيات مثلا عالمية عموما، مين أكتر الشخصيات اللي كانت ملهمة بالنسبة لك إنك تبتدي وتدوس في المجال ده؟ بص هو يمكن زي اي ولد فينا، ولد ايه، زي اي شاب فينا، آه، احلام، عايز يطور من نفسه، اللي هو دي فتره الصيف انا عايز اخد أكيد طبعا. كورسات واعمل واسوي. حماس. حماس البدايات ده ما ستيل موجود، ما راحش. بس كان اكتر واحد حقيقي انا كل مره هفضل اشكره، وده بيحصل حقيقي يعني، هو ذات نفسه لو بيتفرج عليها هيبقى عارف النقطه دي. صاحبي احمد مصطفى، مم. ده من اكتر الناس اللي انا حقيقي بكن ليهم كل الاحترام. ان هو واحد في الاول يعني المجال ده علمني مع تجارب الناس ان مش كل الناس هتحب لك الخير، بالظبط. مش كل الناس هتساعدك ولا تديك معلومه ولا تديك نصيحه ولا الكلام ده كله. بس احمد مصطفى لا، متخيل كده واحد بعيد ان احنا اصحاب، بعيد ان احنا عشره عمر من ايام ابتدائي والكلام ده كله، بس واحد جاي عايز يخش نفس المكان بتاعك، عايز يعمل نفس اللي انت بتعمله ده، انا مم. عايز اعمل ده ازاي؟ فانت بتديله الزتونه، بص اعمل كده، وبيقول لي ودلني على يوتيوبرز ان انا ازاي اتفرج عليهم، واداني كورسات واتفرج على كذا واداني مواقع. فانا في الاول كنت بخش ادور على صور لعيبه، مش لاقي صور لعيبه زي طب اوصلها ازاي؟ ما انا عامل يعني ايه اوصلها؟ مم. يعني ايه بي ان جي ده اصلا مش فاهم. فاداني موقع اسمه فوتي ريندر، الموقع ده عليه صور لعيبه مقصوصه جاهزه تحملها على طول تستخدمها وجوده كويسه، فاهم؟ فاللي هو من اكتر الناس اللي كانت واقفه جنبي في البدايه، ومفيش مره يمكن نتريق على الديزاين بتاعه واللي هو ايه مم. ده مش عارف، لا، كان كل مره شجع، يقف جنبك، جميل، بس عارف لو تعمل 1 2 3 4 يبقى احسن. فانا كنت كل مره باخد النوت منه هو ذات نفسه، انا كنت بحط كل تركيزي على ده، هو الشخص اللي انا هاخد منه التغذيه بتاعتي المرجعيه منه، مم. كان اللي يقول لي هحاول اطبقه. قال لي خلي بالك من كذا، خلي بالك من كذا. انا في الاول كنت بعمل حاجات مش واقعيه، كنت اجيب كده لاعب مثلا، كنت بعمل ديزاين مثلا لرونالدو، احطه كده واقف في نص الديزاين، مش تحتيه ارضيه ولا ولا في شادو ولا مم. ده طاير ده ولا ايه ده، مش متعلق مقارنة ده ولا فاهم. مقارنة بالحاجات اللي بتنزل دلوقتي كانت ولا حاجة. فاللي هو لا، واحده واحده بدا يفهمني ان في حاجه اسمها شادو، لازم تعمل اضاءه ولازم في حته فيها له اضاءه وتانيه غامقه فاهم الكلام ده كله. مم. انا دايما يمكن يعني كنت انا شايف انها مشكله فيا، بس مع الوقت لقيت الناس انها حابه النقطه زي دي، ان انا بتكلم ببساطه، اللي هو مش لازم اقول لك كل كلام انجلش ولا اقول لك مش عارف ايه دوج اند بيرن وشادو، لا انا ببساطة. حته غامقه وحته فاتحه، ايه المشكله؟ مش مهم انت فاهم، مش مشكله انت وصل لك الموضوع، عرفت تطبق، عرفت تشتغل، خلاص. انا راح دلوقتي اشتغل مع كلاينت بره مصر مثلا ولا كلاينت جوه مصر ولا ايا كان، عايز هيقول لي هيديني يعمل لي تيست في الفوتوشوب يقول لي فاهم حاجه ولا لا، لا انا طبعا. مالي؟ عشان شغلك. انا شفت البيهانس بتاعك عجبني، انا عايز اسيبها كده، خلاص شكرا. مم. بس آه... طيب دلوقتي أنا هكلمك برضه كواحد مبتدئ. اتفضل يا أنا باشا. دلوقتي مبتدئ وفتحت البرنامج ومش عارف أعمل إيه، اللي هو فاهمني، أنا مش عارف أستخدم إيه الصور اللي أستخدمها، يعمل إيه، وإيه دور التغذية البصرية اللي هي تساعده في إيه؟ التغذيه البصريه كل حاجه، من الاخر اهم حاجه هتعملها مليون المية، من بدايه ما تتعلم إيديت، فوتوشوب، تصوير، أي حاجة لازم تغذية بصرية، مم. عشان دي الحاجة الوحيدة اللي بتنمي عقلك من غير ما أنت تاخد بالك. لما يكون أنت واحد حاطط جوه يعني قاعد زي مثلا زي ما بيقولوا إيه، قاعد جوه أوضة كلها أحلامك، كلها فيها طموحات اللي أنت عايزها، مم. هنا معلق صورة مش عارف درع يوتيوب، هنا مش عارف حاطط إيه، فاهم كده؟ فأنت خلاص عقلك بقى مربوط بالحاجات دي، فأنت لما كل مرة تتفرج على الحاجات دي فأنت عقلك بيشوف الفكرة، تحسه إزاي بيعمل كده سكان الفكرة، مم. بيحفظها جوه وبيطور عليها كمان وبيحاول يطبقها. فدي حاجة، فأنت ذات نفسك من نظرتك هتكون عارف الحاجة دي صعبة ولا سهلة، لما تخش على بنترست ولا تخش على فري بيك ولا على بيهانس، كل الحاجات دي. بس أنا أكتر موقع بأيده هو بنترست. مم. في حاجات في أي حاجة، شوف أنت عايز تعمل إيه في الدنيا هتلاقي فيه صور ليه، أنت من نفسك هتكون عارف الحاجة دي سهلة ينفع تطبق أنت منك كمبتدئ ولا لأ. اه. فأنت ذات نفسك المفروض تمشي ستيب باي ستيب، فاهم، تمشي واحدة واحدة. خطوة بس خطوة. ودي أهم نقطة، أنت تحاول زي ما أنت، لو أنت إحنا قلنا مبتدئ بس هتعلم الأساسيات، فده بقى يحاول يطبق الحاجات اللي هو شافها، بس إن هو التطبيق ده هو أهم حاجة.
طيب لو قلت لك امتى حسيت ان ليك بصمة او اسلوب مميز في ايه اللحظة اللي هتفتكرها وايه النقطة المعينة اللي هتفتكرها؟ بص، هو انا يمكن بدايتي كنت بشتغل من البيت مع مم. مدرس هنا في اسكندريه. آم، من البيت، فانا ببعت لي التاسك على الواتساب اعمله وخلاص شكرا. بس كنت برضو بتفرج على سمات مدرسين تانية. مم. كان دايما بيلهمني او بشوف المدرسين بتوع مصر اللي هم محمد صلاح وبطيختي مش عارف مم. ايه الحاجات دي كلها، بشوف اللي هو يا جدعان ايه ده احنا مش في عايشين. في حاجات في تركيب وفي ليله، ده في حاجات جامده. فمره ورا مره انا دايما الحمد لله يعني جوايا نقطه كده حلوه، ان انا مش بحب اكون تقليدي، انا بحب اكون مميز. كريت. وفي نفس الوقت على طبيعتي، مش لازم اكون مميز اوفر ولا طبيعي اوفر. مم. لازم كده بحس ان مثلا لو انا موجود ضمن 10 اشخاص، لازم اكون في حته كده مميزه سيك. فانا دايما في شغلي او في ديزايناتي او في الحاجات اللي بحطها في الديزاينات بتاعتي، بدور بدل المره 10 مرات. لو بدور مثلا في فري بيك، مثلا دخلت عايز اجيب اللزقه اللي هي بتتحط كأنها ورق دي ملزوقه، مم. مش بدور من اول تاب ولا من تاني صفحه ولا تالت صفحه، بدور من بص اوصل اجيب اخر البرنامج. ليه؟ مش عايز استسهل، عايز اجيب حاجه لما حد انت ذات نفسك تشوفها. خلاص انا عرفت انت زي ما انت فادي. اللي هو كده في حاجات بتبقى مميزه ليا شويه. اه. ده غير انت برضو انا مش شفتش قبل كده، يعني سيبك من بتاعت فادي، مش شفتش بتاع ده قبل كده. مم. يعني من اللي هو مش مثلا اتكررت. فدي نقطه. هنا النقطه اللي مع الوقت انا بقيت فخور بيها ده بجد يعني. في خط كنت شفته من كام شهر تقريبا، كنت بحاول استخدمه عندي في الشغل ايام ما كنت بشتغل في المكتب. كان اسمه افيني. الخط ده اه. كان ساعتها انا شفته ايه ده، تحسه كانه مرسوم بالايد. وانا يعني تعبت شويه قبل ما دورت عليه ان هو ما كانش سهل، ولقيته. مم. تحس كده اللي هو فاهم ربنا رماه قدامي. كنت بقلب في ريل كده على انستجرام، لقيت بنت بتستخدم الخط ده على فوتوشوب. مم. دورت عليه، خدت سكرين شوت وجبته. من ساعتها بقى قعدت استخدمه، حاولت اطور فيه واعمله كلام حلو ومش عارف الكلام ده كله. ده من كام شهر. انا بص دلوقتي مفيش مدرس ما بيستخدمش خط افين. مفيش مم. حد ما بيستخدم خط افين. مفيش حد مش يستخدم الحاجات اللي هو الورق اللي هو زي ما مكتوب عليها دي. انا بصور برضه من كام شهر. فانا الحمد لله دايما تحس ان ربنا كان بيديني نظرة اللي هو الحاجات المميزة شوية دي، اللي أنا كنت بستخدمها من كام شهر، دلوقتي بقت بالنسبة لهم حاجة عادية. بس مم. أنا من كام شهر كانت بالنسبة لهم حاجة مميزة. دي يمكن من أهم النقط اللي أنا مبسوط بيها. طيب بما انك ذكرت مجال التدريس اللي انت دخلت فيه، كان مشوار ناجح ولا كان مشوار فاشل او كان بداية ناجحة ليك كطريق، ولا كانت بداية عوائق وكلها مشاكل؟ يعني بمعنى أصح إنك الفترة دي كنت عايش فيها كويس، ولا كنت متدمر وكلها كانت متنيلة بنيلة؟ عارف أنا لو بحكي مثلا لحد غريب ممكن ما يصدقش، أو ممكن اللي هو يعني مم. يحس الموضوع طبيعي. بس عشان أنت كنت شخص متعايش في الموضوع، فدي كده أهم نقطة. والحقيقة إن كل أمانة كان مشوار بالنسبة لي ناجح، عشان أنا قررت أمشي بس، مم. وعشان ربنا اداني نعمة إن أنا أمشي. لو كنت فضلت مكمل كنت شرف في حتة يعني. هو كده كده محدش عارف المكان فين، وحتى لو حد يعرف أنا ما أكيد. بقولش حاجة غلط. آم، بس المكان كان عادي، لا دايما. إحنا بنعرف فاهمني مرور انا شغلك بتكلم بأوقاته. عادي. الموضوع بالنسبه لي كان ان انت مثلا اكنك جايب بني ادم عنده احلام، عايز يحقق وعايز يعمل ومتميز. ده مش كلامي مم. يعني. اي حد من اللي كانوا اتعاملوا معايا او اللي شافوا الشغل، سواء طلبه سواء سكرتاريه سواء مدرسين، فشوف الناس كانت بتتكلم عليا ازاي. الحمد لله ان انا بجد بحمد ربنا كل مره ان السيره الحمد لله كانت كويسه وما زالت كويسه. ف... فانت كشخص عندك احلام، عندك حاجات عايز تحققها. انا دايما كنت عايز اطلع بره القوقعه دي، انا عايز اروح، عايز انفرد بقى. مدرسين بره، عايز اشتغل مع ناس اكتر، عايز اشتغل مع حاجات اعلانات، مطاعم، فاهم كده؟ لو مش عايز اكون رابط نفسي بحاجه. بالظبط. فكان المكان تحس ان انت بتحاول تطير وهو رابطك بعقله من تحت، ولا بثقل سبب تحت. بيعمل يسحبك. مفيش اللي هو مستحيل. عايز تحقق طيب حاجه لنفسك، لا. في مرة في المرات كان مطلوب منك شغل معين أو تاسكات معينة وبعد ما خلصتها حسيت بالندم؟ بص، هو يمكن انا الفتره دي جات لي، او الاحساس ده جالي ساعه لما مشيت من المكتب. وكنت زعلان شويه ان انا قدمت كل اللي عندي واديت ديزاينات جامده وافكار وما اتعملتش قبل كده وكل الحاجات اللي كانت في دماغي. بس كان جوايا دايما احساس من ربنا اللي هو ما تقلقش، يعني هيجي اليوم اللي مم. التعب ده هيتعوض، التعب ده هيتقدر، هتروح لمكان ناس شايفاك عامل فين ازاي. ف...
يمكن اهم نقطه، والحمد لله ان انا بجد يعني الواحد من غير ربنا مش هيعمل اي حاجه. اكيد طبعا. يعني انا فاهم، انا اجي ابص كده انا ايه ده؟ انت بالظبط. كل اللي انت بتاعت فيه دلوقتي، كل اللي ده كان من كام شهر، يا ريت. حلو. دلوقتي انت خلاص انت مكمل. ف... فكانت اهم نقطه بالنسبه لي ان انا اتضايقت، اللي هو طب انا ليه عملت كده؟ انا مم. ليه عملت كل التعب ده؟ بس كنت حاسس ان هو طالما انت شاطر، فانت لسه عندك موهبه تتطور اكتر. فلما تتطور اكتر في مكان جديد، فانت كده بقيت اشطر. مم. فاللي هو مش مشكله، اللي راح خلاص راح، واللي ضاع خلاص ضاع، اللي مش مشكله شوف بقى اللي جاي. ف فدايما ربنا بيرزق يعني، هي كلها هو تبقى كده ارزاق من كده ربنا. بالظبط. سواء بقى واحد صاحبك يجيب له شغلانه من بره، مش مم. عارف ايه الكلام ده كله. فهو فبس. كانت خطوة في حياتك كده كده عموما، إن أنت خدت منها خبرة، سواء مشاكل حصلت لك استفدت منها إنك تفادي بيها مشاكل تانية، بس هو عموما أنت خطوة واشتغلت فيها ومرنت إيدك. اكيد. طيب هاخدك من مشوار أو كورنر التدريس لكورنر الفريلانس. فريلانس إزاي ابتديت فيه، أو إزاي ابتديت مشوارك في الفريلانس عموما؟ بص، هو زي ما قلت لك، انت كنت المكان اللي كنت فيه كان متحجم. مم. فانا مش عارف ابص في حاجه، ومش لاقي وقت ابص في حاجه. ان انت المكان عبثي، عبث. بحت. عارف انت عبث، احنا بنعبس اكتر من العبث. مم. فيعني مفيش ميعاد شغل مظبوط ولا في الكلام ده كله. مع ان انا كواحد لو جيت تبص لها، انا مش مسؤول اقف في قاعات، ولا مسؤول اعمل اسئله ولا امتحانات. مم. انا واحد دول تبعت لي على الواتساب، عايز 2 3 4 منهم لك خلاص. بالظبط، انت ولا مادة علمية اه. ولا مشرف قاعات ولا أي حاجة، انت جرافيك ديزاين. فانا مش لازم اكون موجود في المكان. بالظبط. بس الفكره كان بيجي وقت من الاوقات انت كنت بتقعد فوق ال 12 ساعه ولا 13 ساعه في المكتب. فانت اللي هو تروح البيت يا دوبك هتاكل وتنام عشان تيجي تاني يوم بكره. فانت المكان او الوقت ما كانش كافي ان انت تبص بره، حتى تتست شغلانه بره، اللي هو تشوف تاخد تيست، اللي هو تقدم في شركه ولا تقدم في حاجه فتره من الفترات. بس زي ما بيقولوا كل شيء باوانه. فهو رزق من ربنا. في مره من المرات كان حصل تاتش، مش عارف مشكله، مش عارف ايه، المصور اللي كان بيصور حصل مشكله، فجاب واحد صاحبه يساعده. فصاحبه ده طلع صاحبي انا عارفه من زمان، بس في شباب كتير ما شفتوش. مره واحده بس، شوف، مقابله واحده، خدت رقم، اخد رقم، مش عارف ايه. وكان كل كلامه معايا ان انت المكان ده ما ينفعش تكمل فيه، لازم تشوف لك مكان احسن بره. انت ما مجهودك ده مش عارف. بس ساعتها كنت قاعد اقول لنفسي هو فعلا بيقول لي كده، ولا انا فعلا مش اه. شاطر. بس اللي كنت حاطط في دماغي ان انا جوايا تحدي، جوايا بيني وبين نفسي دايما، ان انا كل يوم عايز اكون احسن من اللي انت قبلي. عارف نفسك. بس انا عايز كل يوم اكون احسن شويه من اللي قبلي. مش هقول لك ان انا اتطور قوي. لحد ما جه في يوم من الايام نخش ذات نفسه ده، فادي احنا عندنا شغل بره تجرب. وقال لي رقم الصراحه مبلغ، انا اللي هو ايه ده بجد كده بقى بسيطه كده. طبعا مقارنة بالحاجات اللي موجودة هنا اه. في البلد فقال لي لا لازم تجرب. قلت له ماشي. جه عليا فتره من الفترات كنت بشتغل بدل ما مثلا نفس الزنقه اللي كنت بقول لك ب 12 13 ساعه دي في المكتب او ايا كان، كنت بشتغل عند بدل الشخص بشتغل عند ثلاثه. تلات فبقى أشخاص ثلاثه بالسكرتاريه او بالناس اللي شغاله مثلا في المكان، بسكرتات كل واحد، بتعبيرات كل واحد، بافكار كل واحد، بتاعت مع دول مع بعضيها. فانت ساعتها بقى ولا كان في اكل ولا نوم ولا فاهم، اللي هو انت في فترات اللي هو خلاص. فتره زي دي اللي كان لازم تكون كده قاعده مع نفسك ترتب الاولويات. انا عايز اكمل، مش عايز اكمل، مش عارف ايه بقى بالظبط. كده. انت ساعتها كنت بتريسك، انك انت بتسيب تهندل مكان. الدنيا. اه، انت بتسيب مكان مضمون، او يعني مكان شغل، ورايح مكان بره انت هتجرب شهر معانا. بص بقى حكمه ربنا. انا يوم ما مشيت كنت ماشي عشان اجرب شهر مع مم. الشغل ده، ويا عالم هيقبلوك ولا لا. ساعتها انا كنت متعلق، عرفت لو انت مربوط بقشايه كده، انت متعلق في ورقه. انا لو طب افرض انا ماشي من المكان وعامل مشكله، انا فاهم لو انت ايه عداوه بقى خلاص. افرض ما نجحتش، هتضطر بتلف القاره، ويا عالم هتلاقي مدرسين تاني ولا لا. ان هو الموضوع بيبقى المجال اللي هو ايه، لو واحد مثلا مشي بمشكله فبيعوم مع الكل، هو مش هيشتغل عند حد تاني اصلا، فاهم. مم. آم، فاللي هو هعمل ايه؟ ما انا مش خسران. طب ما اجرب. هقعد في البيت ماشي، اريح من اللي انا كنت نو فيه. ريسك نو فن بالظبط، ده كان نو هخه مش نو فن. أصلا. اه. فقلت على الله بقى هجرب. المفروض ان انا دخلت مثلا مع مع اسمه ده السكرتير اللي هو مسؤول عننا في الشركه دي، اللي هي بره مصر، كانت في كندا تقريبا. اه في كندا. آم، المفروض انت تقعد معاه، او يعني هو كأنه هيجربك لمده شهر او اقل. مم. هنشوف. فبعت لي تاسك. التاسك دي انا كنت متفق مع صاحبي اللي جاب لي الشغلانه ان انا التاسك اللي هتتبعت لي هعمل منها 3 نسخ، مش نسخه واحده. عملت 3 نسخ وبعتهم له. دخلت المكالمه بالليل. يعني انت المفروض المكالمه اللي كنت 16 دي بعد شهر من القبول بتاعك. يعني انت مثلا لو دخلت النهارده مثلا
وواحد 7 بعديها بشهر. فواحد 8 نخش مكالمة عشان نشوفك انت معانا في الشغل، انت خلاص كده تمام. مم. انا بعت الفلير مثلا او بعت الثلاث فليرات النهارده، كمان كام ساعه قال لي يلا بينا احنا خلاص جاهزين. شوف انا كنت بعمل ايه. ساعتها بقى كنت اخدت القرار الاكيد ان انا خلاص انا كده خلاص هبدا اخلع نفسي من المكتب. مم. وما هو حصل، جه في يوم من الايام بعد ما خلاص ظبطت حالي واتفقت ان انا كنت من كتر الضغط الساحه اللي كنت فيها مشفوط في المكتب، انا كده ممكن التانية تطير مني. بالظبط. انت تشتغلش، تروح البيت مفيش حيل تعمل حاجه. لو متدمر. فلما جه قالوا لي احنا كده جاهزين قلت لهم انا كده السلام عليكم اللي هو خلاص كده مش هينفع خلاص. مم. فانا مشيت. طيب نقطة، يعني انت خلاص دخلت شركة جديدة، يعني مثلا خلعت بره مجال التدريس او كان بالنسبة لك المجال ده مجال عبث. لما دخلت مجال الفريلانس او الشركة اللي انت اشتغلت فيها، هل في البداية كنت متأثر بالشغل بتاعك في مكتب التدريس؟ متأثر من أنهي ناحية يعني؟ متأثر نفسيا، متأثر عمليا، سواء انت دماغك فايقة ان هي تطلع شغل ولا لأ؟ اكيد انت كنت بتتعامل مع ناس في المكتب دوت، فكل ده ما أثرش عليك هو أكيد أثر في يعني. البداية على الأقل. أكيد لازم يكون مؤثر. أنت واحد أنا قعدت في المكتب ده حوالي سنة وشوية، سنة ونص أو سنة إلا، مم. أو مش فاكر قعدت بجد، بس يعني قعدت فترة كبيرة جدا. من شهر 4 مشيت شهر 4 اللي بعديه أو شهر 5 اللي بعديه. ف... فكان الوقت واخد مني اللي هو أنت بتحاول بقى تستوعب إن أنت كل اللي قدمته ده في المكتب هناك وكل التعب ده بلح. مم. أنا مش هشكر في نفسي، بس يعني زي ما قلت لك أنت عشان شفتني هناك كنا بنتعامل مع بعض إزاي في المكتب، أنت ذات نفسك كنت شايف أنا بعمل إيه. يعني مثلا كده لو قلت لك هات لي ورقة وقلم واكتب لي مسؤوليات فادي، فادي كان مسؤول عن إيه في المكتب، أو مم. فادي كان مسؤول عن إيه في الشغل ده عامة، هتلاقي أنت كل حاجة أنت مسؤول عن تلات أرباع الحاجات، 90% من الحاجات أنت مسؤول عنها. فأنت بقى تحاول أنت ماشي من المكان وأنت مش مستهلك، ما ينفعش طاقة 1%. أنا لدرجة إن الموضوع ده زي ما قلت لك إن أنا تاني يوم لما مشيت كنت عايز أرجع تاني. أنا فاهم أنت. خلاص اللي هو اتعودت. أنا اتعودت إن أنا كل يوم بصحى عشان أركب المشروع عشان مش عارف إيه أروح المكان المكتب أروح كده. أنت تاني يوم أنت مفيش، أنت قاعد في البيت، انت هو عمال كرسي، كمبيوتر، الناس بتاعتك على التليجرام، شكرا. انت عمال بتستهلك وانت مش حاسس، اه عمال بتفقد في طب طاقتك حاسس ده وانت بعد مش ما حاسس. مشيت، حاسس ان انا خلاص ان انا ايه لازم اللي فوق فات شوية. خلاص محتاج بقى نشحن شويه. مم. فحاولت ان انا ايه هفن امشي شويه، احاول فاهم اللي هو ايه خلاص بقى اتفسح انزل اقعد مع اصحابي، اخرج لي كده خروجه حلوه اللي هو تروق تحاول. على نفسك، اللي هو عشان الموضوع ده كله روقان. تهندل ما تكونش الدنيا. انت رايق في الشغل او رايق ذات نفسك عامه، مم. مش هتعرف تشتغل. طيب دلوقتي انت دخلت الحمد لله الشركة واثبتت نفسك ودخلت، ايه اول خطوة خدتها جوه؟ بص، ويمكن أول خطوة، يمكن الحاجة اللي دايما بتفرق في المرتب بتاعك أو في تعامل الناس أو العلاقات عامة لما أكون عارف إن أنا مثلا دلوقتي عارف إن محمود لما بيجي لي جديد، أنا دلوقتي مدير شركة ومحمود بيجي يشتغل مع عندي أو يشتغل معايا. ماشي، مين محمود؟ مم. محمود ده جرافيك ديزاينر. طب هل بقى محمود جرافيك ديزاينر وحاجات تانية ولا جرافيك ديزاينر بس؟ هل محمود دماغه كويسة في الماركتينج أو بيبقى عنده أفكار بيعرف يكون مبدع، ولا هو تديله تاسك يعمل تك؟ اللي هو اللاين واحد. فالحاجات دي كلها اللي يثبتها محمود مش أنا. مم. فانا كان كل هدفي لما اخش المكان ده ان انا احاول اثبت لهم ان انا ما انا متنوع، انا الجوكر بتاعك، شوف انت عايز وانا معاك مم. وادوس في اي حاجه. قعدت في الاول قعدت اتكلم مع الراجل اللي هو الكوتش ده، الكوتش ركان، انت معاه كام مره. والصراحه من التعامل مع الراجل ده ايه ده لما بتشوف اللي هو كده انا مش عايشين، راجل مش طبيعي، راجل كويس، بيطمن، بيشجع، مش اللي هو دايما بيدوس عليك حاسس ان انت ولا حاجه مم. عايزك احسن، مش بعت لك يقول لك انا عايز اعمل شبه ده، لا، فاهم بيقول لك دماغه كرييتيف وهو مهتم هو مهتم بيك انت ذات نفسك مم. مش مهتم بشغلك. انا هيمني فادي. او مهتم بيك الاول قبل شغله، هو اكيد اه لازم يبقى مهتم بشغله، فهو بس بيهتم باللي بيعمله شغله قبل شغله. ايوه. ف... فكان كل هدفي معاه ان انا احاول اثبت له مم. ان انا معاك، يعني عايز ايديت انا معاك، عايز جرافيك انا شغال مش عارف ايه. فبس يعني فكانت اهم نقطه بالنسبه لي ان انا تتصاحب عليه، اللي هو تقرب منه شويه بشويه، توريه مهاراتك عامله ازاي. مش شرط ان انا اخش اقول له بص بقى انا عملت 2 3 4، لا، الموضوع بالتعود. لو انا خلاص مم. انا معاك في اي حاجه اقول لك عليها تقول له لا انا ما اعرفش، جرب ايه يعني ما اعرفش، دوس يا باشا وودي وشوف هتعمل ايه وشوف هيطلع معاك. فبس دي كده اول نقطه بالنسبه لي ان انا عايز اقرب منه واعرفه ان انا كويس، لو انا جميل. طيب بقالك قد ايه دلوقتي شغال في الشركة؟ يعني كمان 9 شهور تقريبا.
ما كملتش السنة لسه. كويس. 9 شهور أو 8 شهور أيا كان، آه، انطباعك عن الشركة أو أنت كده أكيد مش شغال لوحدك، اه فأنت معايا في ناس تيم. شغالة معاك. إيه انطباعك عن الناس اللي موجودة شغالين معاك؟ مستريح ولا لأ؟ دماغك قادرة إن هي تتعامل معاهم ولا لأ؟ لأن بص زي ما قلت لك أنا من ساعة ما مشيت كنت بحاول أتعافى من اللي حصل، عشان ده أهم، مم. ده مكان أهم، ده مكان بره، ده فريلانس، ده مع ناس أعلى، ده بمرتب أغلى، فاهم؟ كل الإمكانيات عندهم أحسن. أعلى. أنت لازم تكون أنت ذات نفسك فت، مش اللي هو تكون اللي هو إيه يعني قرفان ومقدر، لا. لا ما الكلام ده فاهم تنسى. خلص، إحنا عدينا. ف... فكانت أهم حاجة بالنسبة لي إن أنا أحاول أكون فت في النقطة دي. مم. التيم زي ما قلت لك صدقني مع الناس كلها، انت عمرك ما هتلاقي تيم كله حلوين، هتلاقي كله أكيد وحشين، طبعا. فيه وفيه. بس يعني الحمد لله انا ربنا يزيد بيه دلوقتي اللي هو كريم ده يعني لذيذ معايا كويس. فالموضوع دخل في اخويه ساعد بعضينا، هو مثلا مزنوق في مره انا بساعده وبشيله، وهو مش بالعكس، عنده كليه الصبح انا بساعد منه بالليل كده، مم. فالموضوع ماشي كويس. بس كشركه بجد اهم حاجه عندهم البني ادم يعني، هم ذات نفسهم من تعاملهم معانا يقولوا لنا مواعيد جدولكم امتى الامتحانات، المواعيد جدولكم للدراسه عشان مش عارف نعمل ايه، بيدوك يوم اجازه تقريبا في يوم الجمعه بيبقى يوم اجازه بالنسبه لنا. الشغل برضه فاهم يعني بالتراضي معاك مش اللي هو زي ما قلت لك، هو بيهتموا باللي بينفذ لهم الحاجة قبل الحاجة اللي هم عايزينها. اكيد. ده شغل الصح الصراحه يعني، هو بعيد عن ان هو راجل ما يعرفنيش، مش انا ما شفتش قبل كده، ولا شفتني شفت، ولا اتعاملنا مع بعض على الحقيقه، مم. مجرد بشوفه على زوم، زوم. جوجل ميت، الحاجات دي كلها، بشوفه على جوجل ميتنج الحاجات دي كلها. فبس يعني ما اتعاملتش معاه على الطبيعه، بس هو لا من تعامله معانا كويس جدا. طيب. اللي هو النقطة أنت من كتر التعامل اللي هناك تفكر إن اللي بيحصل ده اللي هو من واو. اسمها إيه؟ في حاجة من اعتاد على القلق الظن الطمأنينة فخ، عارف الحتة دي اللي هو اللي متعود على طول على القلق، اللي هو المانجر بيزعق لو ومش انت عارف مش إيه. متعود، فاهمني ان تبقى في، أنا كل فاهمني، مرة بسأل اهتمام اللي هو كده، مش مستغرب. اللي هو صح، مع إن مش كده العادي، حق. مع إن ده طبيعي أصلا، اللي هو اللي بيعمله ده هو الطبيعي، بس أنت عشان اتعودت على حاجة تانية فمش مقدر مم. ده. طيب. فكرة 8 9 شهور، جالك مثلا فكرة، عملت مشروع، حصل فيه ايفنت معين خلاك فعلا تفتخر بنفسك؟ أكيد. يعني الحمد لله إن أنا من أكتر أهم النقط اللي كنت عايز أهتم بيها إن أنا ما بقاش بعمل فليرات كده مش الفكرة إن الفليرات تنزل عندهم دي تنزل ستوري، مم. ستوري 24 ساعة خلصت، بس. مفيش حاجة تاني، أنت بتنزلها عندك بقى، بس باينة عندك مش باينة عنده هو، اه. يعني أنت تكون مسؤول عن حاجة دايما عنده يعني، ليك بصمة في البروفايل بتاعه أو في شغله، دي كانت أهم نقطة بالنسبة لنا. ومش حاطين في دماغنا دي اللي هو أنا عايز أعمل كده، قد ما لما جت إحنا قلنا خلاص ماشي هندوس، مع إن كانت حاجة بالنسبة لي أنا وكريم التيم ميت اللي معايا في الشغل، أنا وهو مسؤولين تبع كود شبكان، ما كناش عارفين اللي هو طب أعمل إيه، ما هو الإيفنت ده عايز حاجات برنت وعايز حاجات سوشيال ميديا يعني سي ام واي كي ويعني ار جي بي اللي هو صيغة الألوان، وعايز مقاسات معينة رول أب وشهادات ودروع فمش فاهم. مم. ف ما كنتش هقول لا، انا هدوس، فواحده ورا واحده ابتدينا نظبط بعضينا مش عارف ايه، نخش على بنترست على فري بيك. هم برضو بدأوا يساعدونا في الشركه من ناحيه تانيه، ان هو بيشتركوا لنا في الموقع ده عشان تقدر تساعدنا بالحاجات اللي مطلوبه من الموقع يعني وكده. فبس لحد ما ربنا كرم ايفنت بولش اللي هو كان في تركيا، يعني تركيا. واو. من المنطقه من حدائق الساعه فاهم، من سناتر لبيت في تركيا من محل الدولة على طول. فيعني دولة يا الحمد صاحبي. لله، الحمد لله والله، ربك بيعوض. طيب. الايفنت اللي هو بولش اللي كان في تركيا، يعني انت اكيد حاجه دي بالنسبه لك حاجه كبيره، انت كنت متعود انك تسلم شغل هنا في مصر، شغل في مصر، فانت انك تخش حاجه دولي او حاجه في بلد تانية، اكيد خطوه جديده بالنسبه لك. ما اتعاملت معاها ازاي؟ يعني الحاجات اللي كانت مطلوبه منك، الشغل المطلوب منك، اتعاملت معاها ازاي؟ الدنيا مش هكدب عليك، اقول لك انا ما كنتش خايف، انا كنت مرعوب ان الغلطه بفوره، اما حاجات زي دي انت شوف كم واحد هيجي وفي كم كاميرا هتصور وناس هتتكرم، لا المنظمه كلها تقريبا جايه المكان ده، وكان في الاول في يوم في اي بي للناس اللي هي بقى الاجانب والناس اللي بروفيشنال. هي التوب في المجال بتاع التداول. بعيدا عن نقطه ان التداول ده حلال ولا حرام، دي حاجه امم. فاهم على جنب، انا ليا راجل جرافيك ديزاينر بعمل ديزاينات. بالظبط. ف... فساعتها كنت مركز في حاجات زي دي، كل واحد فينا انا وكريم كان مسؤول عن حاجه معينه، كريم مثلا كان مسؤول عن الشهادات والنوت بوك، او مش عارف الشاشات الجانبيه، انا مسؤول عن الشاشات الرئيسيه كده، اللي هو احنا بنقسمنا الحاجات على بعض، كل واحد اخد حاجه، امم. فكان كل واحد فينا هدفه ان هو يطلع الحاجه دي باحسن شكل، لان انت عارف ان الحاجه دي هتنزل في السي في بتاعك، السي في.
بيتحط في بيهانس، فدي لازم تكون فاهم. فكان دايما زي ما قلت لك ما بناخدش تغذيه بصريه من حاجه واحده. انا اوريك الشات اللي كان بيني وبين كريم او كميه المكالمات اللي كنا بنقعد فيها. يعني كنت ساعات بنقعد بالخمس ست ساعات على تليجرام. يعني انا بقعد كده بالسماعه كده نكلم تليجرام، فاتحين شير سكرين عشان نشوف هنعمل ايه. انت بتجرب بدل التجربه 3 4، انا 3 4 وهو 3 4، فبنطلع في مثلا الشهاده بثمان افكار، في الاخر نختار احسن فكره. ما حدش فينا مهتم مين فكرته تختار. يعني انا بالنسبه لي كنت كل افكار ما تمش اختارها مش هزعل. انا بالعكس كنت هاخد الحاجات دي انزلها عندي ان انا جربت. دي برضه حاجه كويسه ليك، ان انت لما تكون مخش على البروفايل بتاعك لان انت راجل متنوع، يعني برضه نقطه ليك. خش شوف مثلا ان فادي كوره شغال، سوشيال ميديا شغال، ايفنتات شغال، حاجات مطبوعه فاهم اللي هو موجود. فاهم، فالحاجات دي كلها برضه بتفرق معاك جامد وبتساعد الناس توصل لك اكتر. دلوقتي انت اتعاملت في الايفنت بتاع تركيا واتعاملت هنا في مصر، رأيك مجال الجرافيك ديزاين في مصر هنا بيتطور ولا حاله على الله خالص؟ انت هتصدقني لو قلت لك ان كل الناس اللي شغالين معانا في الشركه اللي هم الشركه دي المؤسس بتاعها عايش في كندا. انت بتبقى ناس عايشين بره مصر عامه، يعني احنا فريلانسر. كل الموظفين اللي معانا او كل التيم مصريين. مصريين كلهم؟ كلهم مصريين. اي حد جرافيك ديزاينر او فيديو اديتور شغال مصري. فده يثبت لك ان احنا عارف مثلا يكون عندك موهبه مش عارف تقدرها هنا، لازم تقدرها بقى تقدرها بره. بس كان بيحصل برضه صعوبات بتضايق عليك اللي هو طفى النور، مشاكل في النت مش عارف ايه. فطبعا الدنيا بتبقى احسن يعني وبتتحل. طيب تاني، الجرافيك ديزاين في مصر دلوقتي حاليا 2024 كويس بنسبة كام في المية؟ الدنيا بص هو ايه، يمكن انا من اللي انا بشوفه من صحابي او يعني من الناس اللي بيتابعوني وكده او عامه حبايبي، احنا لا احنا يعني يمكن لو اقول لك احنا ده اتقل الناس او اتقل في الشعب موجود في الحاجات دي هو هنا. الدماغ الافكار شغال بقى كول سنتر، شغال مش عارف ايه الحاجات الانجليش، شغال الالماني، شغال الحاجات دي كلها. فاحنا كويسين والله. فيها حاجه حلوه بجد. في بس احنا مش مستغلينها صح؟ اه او في مواهب بس مش مستغلة صح؟ مش عارفين تتشاف. يعني انا لسه من كام يوم شفت ولد على تيك توك كان بيعمل نظاره مكفوفين مش عارف حاجات كده اللي بتعمل صوت ومش عارف. شفتها. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. ده ايه ده؟ ده ازاي يعني؟ ده ايه ده بقى؟ وتشوف الكومنتات تلاقي تلات ارباعهم الناس اللي هم من دول الخليج والسعوديه اه يقول لك بكلمك بجد مش عايزينه هاتوه. ما مش هو انت هاتوه. مش مقدره، انت مش مقدره. الحمد لله عشان يعني عشان في يقول بودكاست كده تاني. انا بقى يقول بودكاست. لا تحيا مصر، تحيا مصر. حط رشيد وقت ننزل بالعالم فرفر فرفر العالم في النص. طيب ايه اكتر موقف حصل لك على مدار شغلك من اول ما ابتديت لحد دلوقتي؟ ايه اكتر موقف وقفت قدامه متنح مش عارف تتصرف تعمل ايه؟ او تاسك اتطلب منك، اوردر اتطلب منك، وقفت قدامه متنح، اعمل ايه وامتى فين وازاي، بدأت منين، هبدأ منين كده يعني؟ والله يا بص، هو المكتب كان فيه حبة حاجات ينفع تنزل على التيك توك عامة يعني تعمل قلق على التيك توك دي. فمشكلة انت بتحاول يا حبيبي المايك معاك. تحاول دوس. توصل ان الفكرة دي ما ينفعش تتعمل بمنتهى البساطة. ومش هتكلم في النقطة دي كتير عشان انا فتحت مش عايز. اقل نقطة ممكن اقولها لك، هل ينفع بانر طلبة حط فيه فوق 300 400 واحد؟ شكرا. مش عايز ارضك فاهم اللي هو يعني دي كانت تاسك من تاسكات انا عايز يعني انا كذا مرة شايفها نقطة مهمة تفرق بين واحد شاطر وواحد عادي. مش هقول كلمة تانية، خلينا في عادي. الشاطر بيهتم بالكواليتي اكتر من الكمية. فاهم بان انا اطلع ان انا كواحد سواء في المذاكرة او في الشغل لو اطلع ديزاين واحد ملوش حل احسن ما اطلع 30 ديزاين بايظين. عشان كده انا بهتم بان انا احط قدامي النقطة دي اطلعها كويس. على عكس الناس التانية اللي هم شفتهم كتير وزي ممكن احط في التكريمات او احط في الطلبة 600 ولد. 600 دول ما هو بالعقل، ما هو 600 ولد دول في منهم 650 جايبين اقل من النص. مش مشكلة. ف سكيب يعني فاهم عادي. اللي هو اصلا مش مستوعب هو بيعمل ايه. عادي. والله انا اقول ايه الحمد لله يعني بتعدي مواقف وبتحصل. ازاي بتقدر توفق ما بين دماغك او ابداعك انت عموما في الديزاين وانك تراضي العميل اللي طلب منك الحاجه؟ اه اه جت على الجرح قوي دي. لسه هجرح قريب. بص، يمكن من تعاملي مع الناس يعني في ناس بتكون فعلا فاهمة هي بتعمل ايه. انت ذات نفسك بتكون لا هو التعديل ده
فعلا غلطة منك يعني هيبقى أحسن من نظرتك، مم. وناس تانية وحاجات تانية تقول لأ. بس في كلتا الأحوال أنت مليون لازم ترضي العميل، هو اللي هيجيب لك العميل الشغل لازم دايما تاني، يكون راضي. هو لازم ده يكون مبسوط. فأنا دايما بحاول أوازن الأمور بين إن أنا أتكلم معاه أقول له بص أنا رأيي واحد اتنين تلاتة أربعة، وبرضه شوف اللي أنت عايزه وأنا معاك. فأنا مش ما ينفعش أفرض رأيي مش أكون اللي هو بقول لك إيه ريح هو ده، لأ. مم. ما هو إيه حضرتك أنت عايز، ما هو مش جاي يدفع لك مش بالظبط. ببلاش، ده هيدفع لك. فبرضه لازم تكون مقدر نقطة زي دي، إن هو واحدة واحدة حاول تفهم معاه، قول له طب كذا كذا، تقول له طب أنا إيه رأيك نعمل كذا، طب مش عارف إيه، بالتراضي. ومن كتر التعامل مع الناس بيكون بيجي لك خبرة، زي ما بيجي لك خبرة في الشغل هيجي لك شغل خبرة في التعامل معاهم، ازاي ترضيهم، حتى لو مش هتمشي كلامه او هتمشي كلامك انت، بس ازاي برضه تطلع هو مرضي حتى لو مم. مش كلامك انت. مع نهاية 2024 اللي احنا فيها حاليا تمام. وبداية 2025، فكرة مشروع أو فكرة فكرة معينة أنت عايز تنفذها مع بداية السنة الجديدة، بص مشروع أنت شغال عليه. آم، بص يمكن اكتر فكرة ما بتروحش من بالي الاول ان وان. مم. انت ممكن شفت اللوجو قبل كده لما جالي هدية في عيد ميلادي. آه، كل الفكرة اللي في دماغي دي ان انا عايز اكون بجانب ان انا ببني بيرسونال براند ليا انا، مم. عايز اعمل شركة تكون من اختياري، ناس معينة في الجرافيك وفي الايديت في الماركتينج والحاجات دي كلها. بحيث ان انا مثلا دلوقتي انا عندي ياقوت عنده فكره انا عايز اعمل بودكاست. مم. فالبودكاست ده محتاج ينزل على ايه؟ منصات السوشيال ميديا، سواء يوتيوب سواء فيسبوك سواء تيك توك انستجرام الحاجات دي كلها. محتاج لوجو، محتاج انترو، محتاج اوترو، محتاج اديتور، محتاج ديزاينر للبوستات، محتاج الحاجات دي كلها. فانا ليه مسميه اقول له ان انا عايز كل اللي انت بتحتاجه ده هتلاقيه عندي في شركه واحده. فانت دلوقتي ياقوت بيجي لي الفكره ان هو عايز يعمل بودكاست، بيطلع من عندي معاه كل الخيارات دي، مم. معاه انترو اوترو معاه اديتور ومعاه حد كلها. فكل اللي هو محتاجه انا موفره له عندي. فدي يمكن اكتر فكره انا حابب اعملها، ان انا يكون عندي شركه كده. بس الموضوع مش سهل عامه انك تختار الناس الاول انت تكون واثق فيهم بنقطه زي دي وشايفهم مستواهم. مش هقول لك ان انا عايز حد واو، بس يعني انا ذات نفسي يكون دماغك قريبة من دماغك. يعني انا حابب شغله معايا. مم. وبس مش شرط تكون شركه ليها مكان، ممكن تكون عادي اونلاين اللي هو فاهم مم. مكان كده عادي بيننا وبين بعضينا. بتعرف تتعامل مع مجموعة شغالة معاك؟ يعني احنا هنفترض مثلا إن الشركة دي تمت على خير بإذن الله، وأنت جبت مجموعة ناس تشتغل معاك، هتعرف تتعامل معاهم ولا لأ؟ بتفضل إنك لازم تشتغل لوحدك دايما؟ دي يمكن من اللي انا شفته، حاسس ان انا هعرف اتعامل ان انا هكون عارف ايه الفكره او ايه النفسيه بالنسبه له قد ايه مهمه، وعارف ان هو التشجيع بالنسبه له مهم ونفسيته بتاثر في الكلام ده مم. كله. المشاكل بتاعت البيت الكلام ده كله لازم تكون برضه مقدر في وقت من الاوقات، تكون عارف امتى تدوس شويه اللي هو شويه حزم كده، امتى تكون عادي بنهزر ونفهم. بس اللي انا عارف ان بجد لازم الموضوع ده يكون كلنا صحاب في بعضينا. يعني انا مش حابب ان في المكان ده يكون في مدير وفي اتش ار، لا احنا كلنا مع بعض، احنا بنشتغل عشان نجاحنا كلنا سوا. دي مم. اهم نقطه بالنسبه لي، ان انا لما يكون واحد فاهم شايف الطريق دلوقتي عامل ازاي، فلما يوصل مش عايز يصعبها على غيري ان شاء الله، يعني مش عايز يصعبها على حد. يعني أنت من خططك المستقبلية إن شاء الله إن هي الشركة دي عايزها تبقى حاجة كويسة، حاجة كبيرة تضم على مجموعة كويسة من الديزاينرز، وتبتدي في عملاء يجولك اكيد. تنفذ لهم شغلهم. مم. طيب فكرت في يوم من الأيام إنك تسيب المجال؟ ما اعتقدش يعني اللي خلى ربنا يزرع جواك الشغف ده، ما اعتقدش انه ممكن يتشال، لان المجال مش بيخلص ولا بتوصل لنقطة كده اللي هو خلاص كده جيم اوفر. وبالتالي تركات فوتوشوب دي اكتر حاجة مش مخليني ابطل، يعني اللي هو اللي هي تجديد الشغف أول بأول. دي المتجدد بتاعي. يعني مثلا جالك يوم من الأيام زهقت، أنا عايز أبطل، كفاية كده، جالك الإحساس ده كده؟ كتير، ممكن ما بيروحش تقريبا. بس الفكرة في حاجة ان انت في كل مرة تتعلم ازاي ترتاح مش تخرج. مم. مش معنى ان انا مثلا دلوقتي بشتغل شغلانة، محبوب مثلا دلوقتي في كلية مثلا وجي عليه فترة صعبة، هل بيجي عليه فترة انا عايز اقعد في البيت مش هكمل تدريس؟ لا لا. طبعا. محتاج تتعلم ازاي ترتاح او تاخد بريك كويس عشان تعرف تلف في التراك تاني كويس. مم. بس فده انا بحاول دايما اعمله، ان انا ما اعملش اوفرلود على نفسي، ان انا احاول اهدى شويه، احاول افصل دماغي ترتاح حبه، تنام كويس، تاكل كويس، الحاجات دي كلها تكون نفسيتك كويسه. لو انت النهارده اوت اوف مود خلاص ما يعني ما مم. تشتغلش، يعني حاول تاجل حاجه، يعني لو ينفع تتاجل ماشي كده. دي كل الحاجات اللي بتساعدك شويه. طيب بص، بالنسبة بقى اللي هي جو التنشانة والحلقة والأسئلة دي، ده هتبقى آخر سؤال إيه في التنشانة. يا ريت والله. أنت دلوقتي معاك
مايك أهو معاك، أنا عايزك تبص كده للكاميرا وتقول لواحد مبتدئ إيه اللي يعمله من الألف للياء. معاك 3 دقايق واظبط معاك. ده والله حاجة من 3 دقايق كمان. لا معلش 3 بص، دقايق. ممكن زي ما اتكلمت انا ومحمود، يمكن اهم نقطة هقدر اقولها لك او اقدمها لاي حد عايز يبدأ، ان انت تدور على شغفك في انهي حتة. المجال عندنا عامة فيه كذا حاجة، فيه كذا حاجة ممكن تخش: البراندنج، اللوجو ديزاين، السوشيال ميديا. كل الحاجات دي تقدر تكون شاطر فيها. فقبل اي حاجة تكون عارف انت عايز تخش على انهي نقطة، عشان ما تختصر الطريق، ما تقعدش تدور في كذا حتة في الاخر ترسى على حاجة. لو مش عارف ترسى على ايه، ممكن تجرب كل المجالات دي وفي الاخر انت حابب ايه. اهم نقطة برضه ممكن اقولها لك، ان انت تكون متعلم الاساسيات صح. لما تتأسس صح هتقدر تكمل اكتر واجمد يعني. آم، ايه تاني ممكن يتقال لك؟ ان انت شغلك بقى اوعى تبطل وكمل وانت جامد. انت كده كده لازم تكمل، كده كده لازم تجيب اخرك في المجال ده لحد بحيث ان انت خلاص كده ما عندكش حاجه تانية تقدمها. وده مش هيحصل. ان انت ذات نفسك لو عندك شغف كويس وعندك عقل متغذي كويس بتغذيه بصريه من المواقع اللي قلنا عليها كذا مره، هيكون يعني في مرحله تانية خالص. فمش هتيجي معاك من اول مره، مش هتيجي معاك من اول ديزاين، مش هتيجي معاك من اول بوست. لازم تجرب مره واثنين وثلاثه لحد ما تنسى توصل. كلنا موجودين، اي ديزاينر اي يوتيوبر، انا ذات نفسي موجود عشان اساعدك في اللي انت عايزه. انا اعتبر مش هقول لك واحد وصلت، بس يعني واحد عرفت امشي في السكه كويس. فلو احتجتني في اي سؤال اكيد انا مش هتاخر عليك اقول لك لا انا ما اعرفش والله، يعني فاهم. حتى لو ما اعرفش هدور على اجابه عشان اجي اقولها لك. فتعلم الاساسيات صح، كمل بنفسك وحاول تجرب في كذا حاجه عشان تعرف تمشي ايدك كويس في البرنامج. ومع الوقت هتلاقي نفسك اتطورت كتير، ما تقلقش. يعني هو الموضوع مش بيكون محطوط موضع اهتمام او اللي هو انا قاعد كل ما انا عايز اتطور. موضوع فاهم فريندلي كده حلو في الاول، وهيفضل في الاول في الاخر هيفضل فريندلي، ما تقلقش. انجوي، هتتبسط اول معايا ما تقلقش. أنا مبسوط إنك معايا أصلا. أنا زيك، أنا كيروت مبسوط إنك والله معايا. شرف ليا. حبيبي أصلا. فك التنشنة. هاخده دلوقتي في أسئلة. هي مش يعني مش وضع اللي هي الضحك قوي، ولا الوضع إن هي إيه، بس أسئلة مالهاش دعوة بقى بالجرافيك ديزاين والتعب اللي أنت فيه ده انا كله. اصلا ستاند اب كوميدي اه دخلني. هيخش معانا. تصحى من النوم كده، أول حاجة بتعملها بتصحى من النوم شوف التليفون طبعا، حد بعت حاجه، الشغل، في بتفتح فيوز إيه؟ الكلام ده كله، تفتح أي يوتيوب. موقع ايه؟ إيه أكتر موقع بتفتحه مثلا؟ يوتيوب ستوديو ده انا عايش جوه. جوه. شفت طبعا الاناليتكس، مم. وصلت كام فيو والمشتركين وكان ده كومنتات كده. تقدر تروح داخل على الانستجرام تبص برضه على الفيوز الكلام ده كله. سهله سهله سودا يعني بره. أنا دلوقتي مش بكلمك جرافيك ديزاين، برضه دخلتني مجال الجرافيك ديزاين يخرب بيتك. اعمل ما ايه؟ بتعملش حاجة في دمي هو كله زي شام الشيخ العثمان. طيب بتنزل جيم؟ كنت للاسف. بس بص يعني حبه سواد معلش، يعني فاهم. الموضوع ساعات بيوصل لمرحله انت بتكون اوفر لود ملوش حل. يعني انت زي ما قلت لك، انت ساعات بتقعد فتره من الفترات، ممكن تقعد اسبوعين ثلاثه ما تشوفش الشارع عامل ازاي. يا انت ساتر. قاعد في البيت لافف، تعديلات، تاسكات مش ما كل هتسلمها. حاجة ليها عيوب. فاللي هو بس مش بيفضل الموضوع ده دايما، ولازم انت برضه تتعلم تخرج شويه. انا ذات نفسي مشتاق ان انا اروح الجيم والكلام ده كله، ان هو بعيد عن الفصلان، فهو كويس ليك انت ذات نفسك. بحاول ان انا اوازن بين الحياه عامه وبين الشغل، ما ينفعش اكون اعمل حاجه عن التانيه. أه... صحيت من نومك، خدت وجبة الفطار الجميلة بتاعتك. ان شاء الله. ايه أول حاجة بتعملها لما تبتدي ايه تظبط حالك في اليوم كده؟ آم، والله على حسب اليوم. يعني في ايام بقول لك بكون ايام انت عليك كميه تاسكات مالهاش حل. انا بخاف انام. يا حول الله يا رب. بس هو انا أهرب منك وانا أروح شغلي فين؟ كله كده، هو انا اروح أهرب فين؟ منك يومي أروح كله شغل، اروح فين طيب؟ كليتك. خلينا في اه ولا لا؟ كليتك. خلينا في اه ولا لا؟ سيبك من ولا دلوقتي. ماشي كليتك. ماشي. ابعد من مجال جرافيك ديزاين، وابعد عن شغلك والتاسكات. كليتك. وانت نازل الكلية اه دخلتها كده، بتتعامل ازاي مع أصحابك، مع الدكاترة بتوعك؟ في صحاب ولا لأ الأول؟ انا راجل محول من لا معمل حول ولا معدن قوة إلا اقوم بالله. اروح. يا جدعان. ماشي. محول. امم بالك قد ايه؟ لسه ما اتقابلتش والله يعني. فريق من ساعه ما الدراسه طب بدات. يا جماعة برجاء، كل المسؤولين اللي بيسمعونا، هذه الحالة البائسة تهتموا بيها ونتيجة القبول تبان، عشان الراجل يستقر ويعرف يعمل له صحاب. الحمد لله، مش عايز والله، انا مبسوط كده كفايه انت موجود. شفت؟ حلو كده. اه السؤال اللي بعده بقى مش اه كده. كان سريع من السؤال. ماشي. آه،
لو عندك ساعة فاضية، ساعة فاضية في يومك، بالعك اللي انت بتقول ايه من شوية، عندك ساعة واحدة فاضية بس في يومك، هتشتغل تصميم جديد ولا تاخد بريك؟ ألعب فيفا. فيفا؟ مش بيس يعني؟ لا اديني في كارير مود كده، امسك فريق، اجيب صفقات، اقعد اجيب بطولات، اكسب الكمبيوتر 60-0 واقف. واثق في نفسك؟ واثق في نفسك اه ولا لا؟ البودكاست مش هخش فيه جيم، بس انت وقت في اخر مش مره حسيت مشكلة، فيه لا دي جيم. حلقة يا معلم. واثق في نفسك؟ بالسماعة التلابيسة دي؟ ايه؟ بالسماعة التلابيسة دي؟ انا مش سامعك اصلا، فاهم؟ اصلا. انا بحاول طب تمام استنتج. قوي. انا بحاول استنتج مش خايف. ايه اكتر حاجة بتضايقك في يومك عموما؟ التعديلات، يعني دي حاجه طبيعيه المفروض، بس يعني والله ما اكتر حاجة بتضايقك في يومك بعيدا عن الجرافيك ديزاين يا ابني. اقول ايه ده يا رب، يعني اقول له ايه فعلا. والله ما عارف. ايه اكتر حاجة بتضايقك في يومك؟ كنسل الشغل. استنى افكر. فقط. يا سلام. حقيقي. الحياه كلها شغل، الحياه كلها بتاعت اعمل ايه، اروح فين يا جدعان؟ طيب لو جالك فكرة ديزاين معين او عايز تستشير حد، اول حد بتروح له مين؟ على حسب الديزاين ده في انهي مجال. يعني مثلا لو مجال كوره برجع لاحمد مصطفى، لو مجال تبع الشركه بتاعتنا بروح لكريم كده يعني لو معاك شريك حياتك. يا غريب. لو معاك شريك حياتك. مش سامع عليك، انا مش سامعش اصلا. لو معاك شريك حياتك امم هتستشير مين الأول؟ ولا الشريك؟ اه يعني الأستاذ أحمد مصطفى ولا شريك حياتك؟ اه لا مؤاخذة يعني فاهم. صراحة أنا عاوز أقول بس مش على هينفع. راسنا والله يا أستاذ أحمد. الحكومة أمرت. مفيش حكومة، مفيش حاجة. أنا لسه بحكي لك فيما أنت بعد. شفت كل الأسئلة تسألني أنا عامل إزاي؟ فيما بعد. أنا قاعد في أوضة، فيما بعد. أنا دي مع الكمبيوتر يعني فاهم. سبت الحمد عليا. لله. الحمد سبت لله. عليا. أما أنا لوحدي زي الفل. طيب لو هتهدي تصميم لحد هيكون مين؟ يعني عندي تصميم لحاجة. أنت عملت تصميم معين وعايز تديه هدية لحد، تهديه لحد، هتديه لمين؟ ما حسب التصميم ده إيه؟ وليكن تصميم ملوش دعوة بالكورة، ملوش دعوة مع إن إحنا سقطنا حتة مهمة جدا، هي تصميمات الرياضة. هنسألها، مش هفوتها دي، عشان في حاجات كانت لسه نازلة امبارح على البيج طرش. طاير محمد طاير. في طاهر إيه سيرفو ده؟ بوليه. إيه ده؟ طاهر سيرفو بوليه. هنسيب لها وقتها في الآخر. ماشي. أنت دلوقتي عملت تصميم معين زي لوحة، أي لوحة فنية بتتعرض، عايز تديها هدية لحد، تديها لمين؟ بص، بعيدا عن هزار سيك كده، حتة وأنا صغيرة أنا دايما آه، من المحبة اللي بيني وبين الناس اللي أنا في حياتي مثلا بحبهم وكده، اللي هم الغاليين عليا، بحب أفرحهم بطريقتي. مم. بمعنى مثلا مش عارف أجيبها لك إزاي، بس يعني أنا ممكن أكون شاطر في الفوتوشوب شوية، فمثلا ما أنا عارف إن مثلا محمود بيحب اللعيب الفلاني، بيحب الفريق الفلاني أيا كان، فممكن في مرة لقيت محمود مثلا متضايق أو يعني أيا كان كده، ممكن أعمل له ديزاين باسمه أو أديهوله هو ذات نفسه، أقول له ده أنا عملته لك، أطبعه وأديهوله. مثلا يعني مثلا انا الافكار كنت عايز اعملها لو انا جاي، عايز اجيب لك مج عليه اللوجو بتاع القناه عشان لما تيجي تتفرج على الحلقه الكلام ده كله يكون جنبك، بس طبعا الوقت وداس عليا آه. والشغل الكلام ده كله ما عرفتش. بس الحاجات دي برضه حسيت ان انا عملتها قبل كده مع حد من الاساتذه بتوعي، كان في لسه الفرح بتاعه لسه متجوز يعني كده، فكل اللي في دماغي ان انا اوثق اللحظه دي مع والده. وبطريقتك. وفعلا عملتها ان انا وثقت اللحظه دي مع والده، ان انا جبت عريس وعروسه كانوا واقف في النص وحاضنين صوره واقعيه جدا، جبت صوره الفندق، يعني انا استنيت السيشن وحطيت كل الصور اللي هم عاملينها بالبيبيون، مش بالكرافته حتى، مم. وبنفس الفستان واسمه ده، وبالبدله اللي كان لابسها باباه، والفندق اللي هم كانوا فيه. فدي حاجه انا بحب اعملها، ان انا لما اكون عايز افرح فلان افرحه بالحاجه اللي انا شاطر فيها، ان مم. هو شايفني شاطر وكويس وفي محبه بينا رايحه جايه، فلما اعمل له حاجه من حاجتي اللي هو بيحبها غير لما هو بيحبني انا، فبقيت الموضوع احسن. مم. إجابة. إجابة. بص انا يعني كده. إجابة فوق الواو بشوية. عيب عليك بقى. حلو ده. دلوقتي هنخش في أسئلة ولا منها ضحك ولا منها كمان اللي هو شغل الدراما والأكشن بتاع الشغل، أسئلة كده بين البنين. ماشي. جاهز؟ لا. ولا ماشي. بس ماشي، يلا بينا. سؤال رقم واحد، لما تكون مشغول في الشغل هل بتبقى قادر توازن بين شغلك ووقتك مع عيلتك؟
وقت ايه؟ ووقتك مع عيلتك، آه، أسرتك؟ بحاول ان ساعات بيكون في مثلا، يعني مثلا من ابسط الامثال، انا الصيف اللي فات ده ما طلعتش من البيت. مفيش حته غير مره يعني مثلا لو العيله مجمعه مثلا خروجه، مثلا 7 خروجات او 7 مصايف هنروح له، انا رحت واحد مثلا. الباقي بقى انت قاعد في البيت مستني التاسكات، مستني القبض، مستني التعديلات، مستني اي حاجه، فاللي هو بقيت مربوط. عشان كده اضطريت اجيب اللابتوب عشان يعرف يخليني العملية تبقى لو رحت اي حته مثلا انا معايا اللابتوب وخلاص ونت وابعت له الحاجه. فيمكن حاجه برضه بتضايقني شويه ان انا متاخد من اغلب الناس، اللي هو مم. يعني مثلا صحابي اللي ما كنتش مثلا جيت اسجل محمود، اللي ما كنتش اجي اسجل معاه فانا ما بشوفوش. صحابي اللي بنزل العب معاهم مثلا بلاي ستيشن ولا بروح الجيم، اللي ما كنتش انزل الجيم مش هشوفهم. شوف. فالموضوع بيبقى شفتك حبه حلوين. مم. لو عندك يوم عائلي، هل هتقفل الشغل خالص ولا بتبقى شايل اللابتوب معاك؟ لازم اكون شايل احتياطي مش اكتر، لو انا لو في اي حاجه طارئه او كده. بس الفكره برضه انت اليوم عشان تنزله، عشان تكون ذات نفسك هتتبسط، لازم تكون مرتبه قبل كده مع اصحابك او يعني اللي شغال معاك في الشركه، اللي هو بص مثلا لو في ديزاين لسه ما اتاكدش عليه، مم. ممكن افعله بالبي اس دي، خليه معاك تحتاجه حاجه في كده يعني. زي ما قلت لك الموضوع بالمحبه، اللي هو رايح جاي بينا. بتحب تشارك أفكار التصميمات بتاعتك أو الديزاينات بتاعتك مع أي حد من أسرتك، ولا اه تعمل لوحدك؟ اكيد، يعني اغلب الوقت اغلب الحاجات اللي انا بعملها، لما بكون حاجه مبهمه، لو حاجه مبهمه يعني محدش يفهمها غير ديزاينر مثلا او يعني حد فاهم الشغلانه، فعادي بروح لهم برضه قشطه، اللي هو باخد مم. الاراء. ما هي ترى بكون عكس ضدي، يعني فاهم، اللي هو مش بيعجبهم الشغل بس ما فيش. لو شريك حياتك عنده ملاحظات على شغلك، هتسمع له بالله ولا؟ عليك سؤال بس، هو مين يا اسطى؟ ما انت عارف يعني يا اسطى فيما وانت بعد، عارف. فيما بعد، لا ماشي، حول ولا قوة إلا بالله. هنعمل بودكاست اللي جاي. أيوه، ماشي لا حول ولا قوة إلا بالله مستقبليا. ماشي، إيه هتنيك سنجل؟ هتعنيني فاهم. لو عندك شريك حياتك وعنده ملاحظات على شغل معين، هتسمع له ولا هتنفذ وجهة نظره؟ انا بعرف اقنع العميل، مش عارف اقنعها هي. ايه ده؟ ايه انا ده؟ بعرف اقنع، مش عارف ايه اقنعها هي. ده؟ خش على عايزين ننجز، فاهم، اللي هو مش لسه اعدل، انا بقول لك ماشي. ما بحبش تعديلات. شغل الجرافيك هيأثر حياتك العاطفية المستقبل؟ هيأثر. هو بيأثر؟ هو اللي حاضر. يمشي الشارع يقول لي خلاص. ماضي وحاضر ومستقبل. فلوس يا باشا، ميك ماني. ايوه ماني. لا حول ولا قوة الا بالله. قلب هاكس. خش على بعض. مش حلوة. في شغل الجرافيك ممكن تعمله هدية لشخص بتحبه، وهي الفكرة اللي ممكن تفكر فيها. لسه ما قايل لك من شويه، بحب يعني هديه تكون مناسبه ليه، سواء لعيد ميلاده، مناسبه مهمه كان المفروض تتوثق بحاجه زي كده، فبحب اكون سبب في كده يعني. انا افرح حد، دي اهم حاجه بالنسبه لي. شايف إن طبيعة شغلك تخلي حياتك العائلية والعاطفية أسهل ولا أصعب مستقبلا؟ ادينا بص، هو يمكن دلوقتي عشان الموضوع كله مربوط في الدراسه، يعني انا اغلب اللي بيشدني ان انا عارف انزل الشغل اكتر او افتح الشركه او الحاجات دي كلها هي الدراسه، عشان في كليه. بس مجرد ما الكليه دي تخلص اعتقد ان الدنيا هتكون اسهل بكتير، مش هيكون واقع حاجه غير الشغل. مم. فالموضوع مسموح حاجات بالترتيب مش اكتر. أنت وأنت مزنوق لا احنا سنتين وهنيجي نعمل بودكاست تاني متقلقش. ليه سنتين؟ ما هو ايه، هفضل رايح جاي يعني، مفيش غيري في القناه انا متخيل يعني فاهم. بتحب تاخد أجازة تقضي وقت أكتر مع العيلة، ولا بتحب تبقى مركز في الشغل دايما؟ زي ما قلت لك في كل وقت لازم تكون بريك، عشان الاوفر لود اللي على طول ده غلط. انا بكون يعني انا جه عليا فتره من الفترات ما كنتش بعدي يوم الا ما اعمل ديزاين كوره. لو نمت من غير ما لا حاسس ان في حاجه غلط. بس بعد كده حسيت اللي هو انت بتعمل واحده واحده يعني فاهم، بالراحه. لما تاخد بريك وتكون فايق ورايق ووديت وقت مع العيله واخدت كده زي طاقه ايجابيه وكويس ومبسوط، تعرف تعمل ديزاين ملوش حل. لكن انت تكون قاعد طول اليوم على بالسماعه ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ما ده غلط برضه عليك انت ذات نفسك. صحتك ونفسك. اه، الموضوع برضه يأثر على انت. الديزاينر عباره عن 3 حاجات: عقله اللي هو روقانه يعني، وعينه وايده. مم. لو في حاجه منهم باظت خلاص يعني. يعني انا الكواليتي برضه هتروح وكل حاجة. فايدي برضه ساعات بتوجعني من كتر القعده على الكيبورد أكيد طبعا. والماوس والعين يعني. هاخدك بقى سكة تانية. الحمد لله. اه ولا لا؟ ايوه. لا مش لا يا ماشي، بس انا عمي. حافظ من الحلقه اللي فاتت، الحلقه دي. ما علينا. الذكاء الاصطناعي، ال AI، وتأثيره على المجال جرافيك ديزاين. لحد دلوقتي احنا فيه ده،
فهم مش هقول لك بشكل خطر ولا اللي هو حاجة مريبة ياخد مكاني، مستحيل ياخد مكاني. دي حاجة أنا كل واحد ورأيه، أنا مستحيل شايف إنه مستحيل ياخد مكاني. آم، بس أهم نقطة إن أنت إزاي تعرف تستغله يكون دراعك اليمين، زي تاخده تحت دراعك كده. بس دي أهم نقطة، اللي هو الذكاء ده دخل في الإليستريتور ودخل في البريمير ودخل في الفوتوشوب علشان يسهل عليك الشغل. علشان لو واحد فاهم في البرنامج وواحد فاهم في الشغل عايز يرسم حاجة، الذكاء الاصطناعي لا يبقى شغل أحسن. لكن لو جبت واحد مش ديزاينر أصلا، يعني ما ينفعش أعتمد عليه لوحده وأقول له اعمل لي بوست عن كذا كذا، ما هو ليه برضه ليميت معين. ما هو البرنامج ده باشتراك عشان تستعمل على الاي جات جي بي تي بكذا صورة أو كذا تيست، ما هو ليه برضه اشتراك واشتراكه غالي. فأنت لازم لما يكون ديزاينر مشترك في الحاجات دي وديزاينر شاطر تبقى شغل احسن. لكن ما ينفعش تعتمد على الديزاينر بس، لو انت ما ينفعش تعتمد على الاي اي بس ولا الديزاينر بس. الاثنين مع بعض بيعملوا تكامل كده مع بعضهم بيطلعوا شغل احسن. انا اغلب شغلي بستخدمه معاه، اغلب الحاجات اللي بعملها على اليوتيوب او الحاجات اللي بعملها على انستجرام كل ده هو بيساعدني فيه. حتى في الكلية لما يطلب منك اسايمنتات ولا حاجة ما ازاي الاقي يعملها. افكار، ازاي مش عارف ايه، ازاي احل كذا. انا دلوقتي عندي امتحان مش عارف اعمل ازاي. انا مره كنت راجع من لعبه كوره ورجلي وجعاني، ده بجد مش عارف اعمل ايه، رجلي وجعاني. قال لي مش عارف حط ميه ساقعه افرد رجلك، اللي هو تحسه كده مكتبه متكامله فيها كل حاجه. يعني محتاج تطلع كتاب وقراه، لكن هو مش هيطلع يمشي قدامك يقول لك انا بالظبط، ما عندي اللي هو حاجه. إلا أداة مساعدة. ايوه بس لكن اللي هو مش في المستقبل مثلا هتلاقي مثلا الله اعلم. يعني انا زي ما قلت لك في الاول دلوقتي، بس هو الموضوع بيتطور بطريقه مخيفه. هو مخيف، بس ف خلينا نبص تحت، يعني نحدد نبص تحت رجلينا اللي هو لحد ما دلوقتي دام شغال بالظبط، ما دام انا شغال لحد دلوقتي خلاص. بس. اكيد مع هو تطوره، هو اللي عامل الذكاء الاصطناعي، ما هو الا عقل بشري، فهيطوروا مهما يطوروا عشان يغطي على الانسان عمره ما هيقدر. الا لو كده كنا لقينا دلوقتي الدكتور قاعد والمهندس قاعد. لا بالظبط. هو ممكن في حاجات معينه ممكن ياخد بالظبط. مكانها مش اكتر، لكن مش هيكون معتمد عليه كلي يعني. آه، شايف ان في علاقه بين البرمجه والفوتوشوب؟ يعني انا مش تنين برمجه، انا يمكن اخدت في الكليه يعني HTML بيزكس اللي هو كان حاجات بسيطه كده. بس انا حبيت الموضوع، حسيت ان هو كده لذيذ. بس تصميم في فرق بين البرمجه اللي هي كذا حاجه، زي مثلا تصميم برامج او تصميم مواقع. فكل الحاجات دي اي حاجه هتعملها سواء برنامج او موقع بيمشي على 3 مراحل. ده بص انا مذاكر أهو. اول مرحله اخش ال HTML اللي هو البيزكس اللي هو البادي اللي جوه. تاني حاجه بخش في CSS. دي بقى ايه بقى، دي حتتي الالوان والتنسيق والتظبيط اللي هو دي تعمل. لو انت واحد بقى ديزاينر تفرق معاك جامد، انت بتختار الالوان صح. واخر حاجه الجافا سكريبت اللي هي بتشغله بقى، اللي هو يكون حاجه تفاعل، لو تديله تخش بتعمل ساين ان والموقع يرفرش والكلام ده كله يبعتك على لينك تاني والحاجات دي كلها، انه يكون في حياه في روح كده تتحرك. فالفوتوشوب هو بيفرق في CSS في النص، انت لو انت شاطر في حاجات زي دي هيساعدك معاك جامد. الاجمد واجمد بقى لو انت مثلا مبرمج UI UX، اي برنامج في ايدك او اي حاجه الايكون اللي قدامك دي والكلام ده كله والاشكال والكلام ده كله ده ديزاينر اللي عاملها، يعني ديزاينر ومبرمج. الموضوع بيكون ماشي على كذا مرحله. ممكن يكون عشان البرنامج ده يتعمل، مثلا لو احنا مثلا عايزين نعمل برنامج ليوتيوب بودكاست، انا هعمل الاشكال بتاعت الزراير والكلام ده كله والهويه البصريه والالوان والكلام ده كله، وهنجيب مبرمج يكتب الاكواد ويحط الحاجات دي عشان نعرف ننفذها. فكلها بتكمل بعضيها. بص يا فادي، انت دلوقتي عندك كام سنه؟ 22 سنه. 22 سنه. انت 22 سنه اهوت، وعايزك تقول الكلمه لفادي بدأ من 2019، او فاهمني من فادي اللي هو لسه بادئ، تقول له ايه؟ بص انا عارف دايما وحاجه بسمعها في اغلب الحاجات التحفيزيه وكده والكلام ده كله، إن الاستمراريه بتؤدي للنجاح او بتولد نجاح والكلام ده كله. فانا كنت اهم نقطه، كنت بسمع كلام كتير من ايام ثانويه عامه. يعني النجاح ده كله انا واحد سواء ثانويه عامه وعدتها تاني والكلام ده كله. موقف من المواقف برضه اللي عديت بيها صعبه في حياتي. آم، فساعتها ساعة بدايتي او ساعة السقوط والكلام ده كله كان ممكن أي حد يقول لي لا كمل وتشجع ودوس. ساعتها انا ماشي، انا مقتنع بس انا مش عارف انفذ. بس مع الوقت انت لما رجلك بتتجر هتروح هتكمل، فهتلاقي نفسك وصلت لحاجات انت مش متخيلها. يعني انا الحمد لله دلوقتي انا بشتغل واصرف على نفسي وبعرف احوش، وجبت حاجات انا كنت بحلم بيها قبل ما اتخرج. يعني انت شغلك ده المجال ده خلاك تكون قادر تمسك مبالغ كويسه قبل ما تتخرج. انت مش لسه هتتخرج وتدور على شغل وتترقى وتاخد فلوس اكتر، لا انت من دلوقتي بتجيب مبالغ كويسه. يعني الحمد لله بجد ان ربنا بيزرع الحاجه دي جواك، انت عندك شغف. طيب، معاك الكاميرا في دقيقة ونص، تقول رأيك في فكرة يوم بودكاست.
طيب انا بقى ابص الكاميرا، ممكن ابص لك انت نفس الفكره. اتفضل. بص يا باشا، يمكن زي ما قلت لك ان في اغلب الاماكن او في اغلب المراحل مش كل الناس بتكون عايزه لك الخير ولا مبسوطه بنجاحك والكلام ده كله. بس ربنا يعلم بنيتي بجد. من اول يوم انت جيت قلت لي الفكره دي، لما انا شفت البوست اللي انت نزلته بتاع السكرين كده والكلام ده كله، انا كان عندي شغف وكان عندي نظره فيك ان انا حاسس ان الشخص ده محتاج بس تظبيط الناحيه التانيه. يعني انت من افكار كويس، من تقديم ممتاز، من كل حاجه كويسه، ناقص الحته اللي عايز تظبط اللي هي بتاعتي. طب ليه يا باشا انا وانت مع بعضينا ونبقى زي الفل مع بعض؟ فسبحان الله يعني قدام ساعة ما جه المكتب انا كنت مش بقول لك ما كنتش بطيئه، بس ما كانش في كلام. لو كان عندي بس مش بكلمه. يعني المحبة اللي بعد اه فاهم عداوة. اللي هو يعني هو انا عداوه، انا مش كنتش بكلمك اصلا. بس الفكره لما انت قلت لي الفكره دي، انت ذات نفسك ان انا لما اعرض عليك تقول لي يا صاحبي مش عارف ايه بتاعنا معايا وحبيبي اللي هو عزوت مركبيه. لكن لا، انا قدمت فعلا قدمت وانت قبلت، والموضوع ماشي بطريقه جميله. في ناس كتير بدات تتنرفز ومش مم. عارف هو ده احسن من مكاني وليه بتسجله هنا مم. وبلا بلا. بس يعني عادي دلوقتي ملناش دعوه. أكيد أنت ف أعداء النجاح. مش هقدر نجاح، ما هقول ايه، مع العقول برضه محتاجه تكبر أكيد طبعا. شويه تنضج. بس فانا ذات نفسي فخور، مبسوط. آه، هتبسط اكتر لما بتبسط اكتر لما بشوف ان الحاجه دي انا جزء من النجاح ده. مش النجاح مش بيرجع لي انا، أنت بيرجع أكيد لتعبك أنا الاول. بقولها لك على طول، أنت شريك النجاح. صدقني انا عارف، بس بتبسط اكتر لما اشوف الناس بتعجبها الشغل، بيعجبها الافكار، بيعجبها الكلام ده كله. آه، احلى حاجه ان الناس ممكن تكون شايفه الموضوع من اللي قدامها، مش عارفه اللي ورا الكاميرا بيحصل فيه ايه. من ترتيبات، من تدوير على استندات، من افكار ديزاين، من افكار تنفيذ، من قعدات في كافيهات عشان نشوف فكره ما وراء الطبيخ. كل الحاجات دي اللي بيريحك واللي بيطمنك عن البند ده كله، تيجي تشوف بقى اراء الناس اللي هو الناس مبهوره ان فعلا الموضوع ده معمول بحب. الموضوع ده مش عامله، انا كذا مره بقول لك لما بيجي عليا وقت بحس ان انا مضغوط، بس بحس ان انا اللي بقدمه هنا احسن من اللي بقدمه بره في شغلي. عشان انا بقدمه هنا بحب. بمحبه، في ان انا ماشي بيقول ده عشان انا بعزه فانا هعمل له احسن حاجه. وده فعلا انا مش دي بعمل حقيقة. حاجات دي كروكي. حقيقة. يعني انا دي حقيقة بجد بقى. بحط يعني يا المجال ده جماعة عشان والله بان من لو انتم متابعين كان بان في الديزاين الأخير اللي هو نزل بتاع رفعت إسماعيل ما وراء الطبيعة. عايز أقول لكم كواليس الديزاين دوت يعني كانت خيالية. إن هو بدل ما يدور في حتة، لأ دور في كذا حتة. مش فكرة واحدة، 10 أفكار. الديزاين أنت شايفه جاهز قدامك ده، طبقات فوق بعضها وأفكار فوق بعضها ومجهود. لأ كان مجهود، أصل أنا حاضر البتاع وهو بيخلص يعني فاهمني. قاعدين مع بعض، فأنا شايف كامل معاناة والجهد، بس هو كل ده على أبو زي العسل. ليه هو بيخلصوا بحب. فبجد مية مية. قلب أخوك. حبيبي والله. قلب أخوك والله. آه، نفسك تقول حاجة تانية؟ فخور والله، يعني انا مبسوط بالنتائج اللي بتحصل، نفسي مبسوط بكل ده. وان من امكانيات بسيطه جدا، الموضوع مش استوديوهات ولا الكلام ده كله، غير بس بنوظف الافكار اللي عندنا مم. والامكانيات اللي معانا عشان نعرف نطلع احسن منتج. ونفيد المبتدئ اللي لسه عايز. اكيد والله. انا ذات نفسي شايف نفسي مع امكاني. يعني انا بكون انت جاي من الرحله دي صعبه وعديت بيها بالظبط. ازاي، فانا دي أهم حاجة. عشان كده انا بحب دايما ابسطها. فأتمنى نكون لو أنت شخص مبتدئ تكون استفدت، تكون شخص بروفيشنال استمتعت برضه بقصة شخصية ناجحة نقطة تحول في حياته، إن هي حدفته في حتة تانية. أكيد فادي 2019 مش زي فادي 2024. مش إن شاء الله مش هيبقى فادي في 2030. ربنا يديله العمر كله إن شاء الله. ف في نهاية حلقتنا بشكر فادي. حبيبي قوي. والصراحة مش عايز الحلقة تخلص. يمكن عايز اقول لك انت من مش سيبك بقى من جرافيك ديزاين وشخصيه ناجحه، بس انت شخصيه فعلا والله قريبه لقلبي. ملهمه بالنسبه لي دايما. انا دايما ببص كده، شخص ناجح ليه ما تبقى ازاي؟ يقول لي ناقصك انت فاهمني اللي هو شغفك. لما تيجي تبص مثلا البيج بتاعتك او الشغل بتاعك، شغف الواحد بيزيد. ممكن يكون واحد مقروف من حياته، من شغله، من كليته، طالع عينه، يبص فاهمني فيديو واحد او مثلا ديزاين واحد انت بتبص له بيبهر عينك. عينك تدي امر لله، خلاص انت بص هنا في التقييم انت كده، بص خلاص هنا 100 100. ف بشكرك. حبيبي. وبشكرك فعلا على احنا ما اتكلمناش عن ديزاينات الكوره. مم. اه. بص انا هوريكم حاجه، استنى. أنا مش بحرق لك شغلك. لا يا باشا عادي. يا رب بس تكون باينه عندكم. شايف تبقى باينه عندكم ولا لا؟ ده الديزاين ده والديزاين ده. أنا مش شايف بس ماشي انا يعني اعرضها لهم. اعرضها لهم.
ديزاينات الكورة من أروع الحاجات اللي ممكن تشوفها له. خش البيج، هنسيب لك لينك البيج في الديسكريبشن تحته، وهنسيبه لك كمان لينك قناة اليوتيوب والانستجرام والتيك توك. بص انا هسيب لك كل اللينكات، بس خش شوف الشغل وانت هتعرف ان ده حاجه مختلفه عن اللي انت بتشوفها. عشان كده انا قلت لك هو وحش من وحوش السوشيال ميديا اللي موجود في مصر، مش في اسكندريه بس، لا في مصر عامه. خش شوف، لسه في امبارح بوست نازل على البيج عنده كان بعنوان تامر محمد طاهر، الاسيستات اللي عملها والدقايق اللي لعبها. الديزاين في العموم انت بتشوف عينك بتبص عليه خلاص بيخطف عينك. ولا انت بتشوف ديزاينات على طول النهار، طول ما انت ماشي في الشارع، طول ما انت قاعد في البيت بتمسك موبايل بتعمل سكرول، صح ولا؟ ماسك سكرول في موبايلك، انت بتشوف حاجات يعني، بس قليل قوي ان حاجه تخطف عينك. فما دام هو خطف عينك فبجد الديزاين بتاع فيه. فبشكرك، حبيبي قوي. واتمنى ما تكونش دي اخر حلقه. لا يا ريت والله ما يكونش اخر حاجه. ما تكونش اخر حلقه، بس الحلقه الجايه ان شاء الله تكون مكسر الدنيا بقى. يا رب يمكن دعواتك. يمكن نعملها فيديو كونفرنس تكون انت قاعد في كندا. اه لا ده كده فاهم، خلاص هجي عمرك ده تيجي فاهمني؟ عندي هناك بقى. او انا اجي لك، اه تبقى حلقه دوليه بقى. فبشكرك يا فادي، وبشكرك حبيبي على جد على التعب اللي انت مسيرة يعني نجاحها دي كلها، ولسه عندك لسه طريق طويل. مش كلمة ممكن أقولها يعني صغيرة، بس يعني كل ما شفت ده ولا حاجة لسه في أحسن من كده متقلقش. انا واثق من كده، ما صدقني انا تقلقش. واثق من كده، وباذن الله هتكسر الدنيا اكتر واكتر. وفي نهايه حلقتنا، انا مش عارف اقول النهايه يعني، في كلام كتير والله، بس عشان الحلقه ما تطولش اكتر من كده، عشان ما نكونش طويل نطول عليكم. فشكرا ليكم، شكرا ليك يا فادي. حبيبي خليني المرة دي أقول لكم أعزائي المشاهدين مش أعزائي المستمعين، يعود بشكل جديد صوت وصورة. فزي ما قلت لك، فادي معاك في أي نقطة أنت هتقف فيها، فهو معاك على البيج، ابعت له على البيج، ابعت له على الانستجرام، بص هو هيرد عليك عموما. فهو أنت أي نقطة تعلق معاك في حتة الفوتوشوب أو إنك تبتدي، فهو معاك. أنا هسيب لك اللينكات كلها اللي تخصه في الديسكريبشن. انت ما عليك الا السعي وانك تقسم يومك صح. يومك 24 ساعه، فانت 4 ساعات مذاكره يا عم، ساعه سلي فيها بموبايلك، تسكرول زي ما انت عايز تسكرول. ظبط فيهم حالك، وبعد كده تفتح البرنامج. هي بتبتدي بفتحة البرنامج، افتح البرنامج، دوس ودي الحاجه اللي تقف معاك، ابعت لفادي وهو هيساعدك في كل حاجه. فشكرا لكم، شكرا لوقتكم، اتمنى ما اكونش طولت عليكم، وتكونوا استفدتم اكبر كم من الاستفاده. وفي الاخر ما تنساش دعمك، سبسكرايب وشير، واستنونا عشان الطريق لسه طويل، ودي كانت اول مفاجأة في طريقنا. شكرا لكم، انجوي. ازيكم عاملين ايه؟ قبل بداية الحلقة